الملك ذو الأجنحة السوداء، أنا القاتل الذي كنت تبحث عنه سلفا. ده هو كوكو، قاتل متسلسل غامض ذو قوة خارقة مجهولة المصدر، بيعمل جريمته وبعدين بيسيب وراها علامة حرف بي مكتوب بالدم. وفي أحد المرات كان في مجموعة مختلين بيتهجموا على إحدى الفتيات، لكنه خلص عليهم وساب وراه نفس العلامة، لكن صاحبهم جوليان بيدور عليه ومش هيسيبه. مش هو بس اللي عايزه، ده قوات الشرطة كلها نفسها تلقطه بس مش عارفة. كل ده كان قبل ما يظهر عبقري الشرطة خارق الذكاء كيث فليك، عبقري تحليلي عقله بيشتغل أسرع من أي حد. رجع للشرطة مخصوص علشان يوقف الجرائم اللي وراها حرف بي، لأنه فاهم كويس إن اللي بيحصل أكبر من مجرد جرائم قتل عشوائية، وكمان عايز يكتشف مين اللي قتل أخته قبل كده. فيا ترى يا أعزائي، إيه سبب كوكو في قتل الناس؟ وما هو سر الحرف بي؟ مين هي الجماعات المختلة اللي عايزة تقبض على ملك الأجنحة السوداء وتسرق قوته الغامضة؟ وهل من الممكن إن كوكو يكون ليه علاقة بمقتل إريكا أخت كيث؟ ده اللي هنعرفه يا أعزائي. فيديو تقيل محتاج دماغ عالية. أهلا بكم في بي ذا بيجينينج. ماذا حدث يا ترى؟ دعونا نرى ما الذي جرى. بيروح المحققين ليلي وبوريس مسرح الجريمة، بيلاقوا علامة كيلر بي موجودة، جريمة جديدة انتسبت للقاتل اللي محدش يعرفه. كيث رجع ينضم لمكتب التحقيقات بعد 10 سنين انعزال عن العالم. راجل تحسه لسه طالع من الكهف حالا، رجع مخصوص علشان حرف بي. الحرف ده بالنسبة له مش لغز جديد، ده شبح قديم رجع يطارده بعد ما فشل زمان. بيرجع المكتب والكل كان متفاجئ برجوع العبقري. المدير إيريك بيطلب من كايلا تعرض لهم الجريمة وكل الجثث اللي ليها علاقة بالحرف بي. في الوقت ده جوليان فقد السيطرة على عقله، فظهر له واحد من مجموعة غامضة تدعى ماركت ميكر، وذلك الشخص يدعى كوين. قال له انه هيساعده يقابل الملك ذو الأجنحة السوداء، ايوه كابوس المدينة. بياخدوا معاه يهاجموا قافلة عسكرية ويسرقوا دبابة حربية يهجموا بيها على الناس، وكل ده طبعا علشان يلفتوا بيها نظر ملك العدالة. وفي الوقت ده كيث راح يقابل صديق طفولته جيلبرت، اللي أول ما بيجيب له سيرة أخته اللي ماتت من سنة بيسيبه ويمشي، لأنه ما بيصدق ينسى، مش عايز يرجع لنقطة الصفر تاني. على الناحية التانية الحكومة كانت بتطارد المجرمين اللي هم في الأصل مش بشريين، واللي عايزينه حصل فعلا. البطل ظهر، جناحاته اتفردت ونظرة عينيه اتغيرت، كأن شخص تاني صحي جواه باصص لهدف جديد. طالما الإنسان ده يستحق القتل فليه لأ؟ فجأة كوين بيبدل الخطة، بينشر لون في الجو يضلل طريقهم، شوش على أجهزة الاستشعار والمراقبة وساب الدبابة لباقي مجموعته. راح سرق قطر يمشي بيه بعيد عن الحكومة علشان المكان يفضله هو والملك اللي نفسه يشوفه. ووسط ما الحكومة مش لاقية الدبابة كان قاعد العقل اللي ما بيغلطش. أي نعم هو شخص هادي لا مستعجل ولا متوتر، لكن لما بيبدأ يتكلم الكل يقف احترام للعظمة اللي جاية. بيقوم كيث يقول لهم كل المعلومات عن الدبابة اللي هي أصلا طراز جديد ما حدش يعرفه لسه. بيجيب لوحة يكتب عليها كلمات وحسابات ما حدش فاهمها. جين اللي اشتغل معاه 20 سنة بيعرفهم انه ما حدش فهم دماغه قبل كده. كل اللي يعرفوه انهم لما بيدوله شوية وقت بيديهم الإجابات اللي هم عايزينها. وفي النهاية فعلا بيقدر يوصل للمكان اللي هرب فيه المجرمين. القطر بيتحرك ومحدش فيهم واثق في التاني، وساعتها بيوصل الأسطورة. بيطلع له جوليان مش مصدق انه اخيرا شاف اللي بوظ متعته في الحياة. لكن يا حبيبي الفرحة ما بتدومش، بيطلع كوين يطعنه بالسكينة يموته وقتي. فرحته لما شاف كوكو ما تتوصفش، بعت رسالة لكبير منظمتهم الذي يدعى ميناتسوكي، عرفوا ان الملك ذو الأجنحة السوداء موجود فعلا وما هوش أسطورة اندثرت ولا حاجة. الأشكال دي في نظر كوكو مسموح له يقتلهم لأنهم يستحقوا الموت. كوين كان عارف انه مش هيقدر يرجعه ولا ياخد منه اللي هو عايزه بسهولة، فبيهجم عليه بكل سرعة. في نفس الوقت كان زعيمه تخلى عنه وركب سفينته الموبي ديك. كوين عايز يعرف قوة كوكو علشان يرجع بمعلومات مفيدة، ده إذا رجع يعني. بيسيبه أكتر من مرة معتقد إنه الأقوى، ولكن في ثانية كوكو بيرسم خط النهاية، بيطير في الجو يتحول وتظهر عين قوته. طالما مفيش ذرة ندم في قلبك يبقى كفر عن خطاياك بموتك.
ايده بتتحول لسيف، وده هو لونج جرين الملك الأسود جامع القوة في جسد واحد، واثق ثابت ما بيتحركش، بيستنى فريسته تيجي عنده بالسيف يشق دماغه نصين. ولأن كوين مش إنسان بيتحلل ويدوب في الجو في ثانية. بعدها بيرجع لنفس المكان اللي بيراقب منه المدينة، بيتمنى إن علامة كيلر بي تظهر للشخص اللي هو عايز يلاقيه، وجرايمه دي خلت عدوه يلاقيه، وطالما لقاه يبقى لازم ياخد منه كل اللي سرقوا منهم. شايف الشاب السايكو ده؟ ميناتسوكي زعيم جماعة ماركت ميكر مستغله علشان يرتكب جريمة تخلي كوكو يظهر غصب عنه. خلى راجل شغال في شركة أدوية يسرق مواد كيميائية خطيرة، وبعد ما قال له هخليك تشتغل معانا وتنتقم من كل اللي ظلمك، حبسه وجرب عليه الغاز السام اللي ساعده في تركيبه، لغاية ما جلده اتسلخ ومات كأنه محروق من صعوبة المواد اللي اترشت عليه. بنشوف هنا كوكو بيشتغل في ورشة بسيطة مع الأب اللي اتبناه، بيصلح آلات موسيقية ليها سنين مرمية، بيحط لمسته في كل آلة يلمسها. كان كل شغله هو تصليح أي حاجة مكسورة، ناس إن القلب اللي جواه هو اللي محتاج تصليح. وفي ذلك الوقت كان برام بيعرض مقالة لكايلا بتتكلم عن منظمة الماركت ميكر، مجموعة غامضة كل اللي ظهر منها جرايم، والغريب انها تحت رعاية العيلة المالكة، بينفذوا أنشطة سرية واغتيالات وعمليات تخريب. الإيد اليمين لكل فرد فيها عليها علامة جمجمة. بعدها بيعرفوا بالجريمة اللي حصلت، قتل عضو الجمعية العامة هو وأسرته بطريقة بشعة. بيلاقوا علامة كيلر بي موجودة على الحيط، لكن نكتشف ان صاحب الجرايم دي مش شخص واحد، فحرف بيستخدموا أكتر من طرف، وكل واحد ليه سبب مختلف، وده كان البي الأخطر فيهم، ماركت ميكر. الكل بيتهم إن كيلر بي هو صاحب الجريمة إلا كيث، وده لأن عينه بتشوف اللي محدش شايفه. بيبص على الجريمة ويبدأ يحلل مكان الجثة، طريقة القتل، وحتى طريقة كتابة البي نفسها. بيفهمهم إن اللي عمل كده مش كيلر بي الحقيقي، الزاوية المرة دي مختلفة وكمان مكتوبة بطريقة عشوائية. بعدها بيجي حد ياخدهم علشان يشوفوا الشخص اللي اتجرب عليه الغاز. بيدخلوه المستشفى. جيلبرت بيعرف كيث ان الغاز السام حرق جلده، وان اللي ركب الغاز ده استخدم مواد خطيرة تشل حركة الأعصاب. لغاية دلوقتي مفيش حد منهم هيقدر يعرف طريقة وقائية أو أي طريقة للحماية. الموضوع عايز معجزة. المحققين بيلاقوا رسالة ان المجرمين عايزين يقتلوا العمدة في الحفلة اللي هتتعمل بعد ساعات، ومع الرسالة اللي اتبعتت دي كان في جزء بسيط من الغاز. الدكاترة بعد ما فحصوه لقيوا ان الكمية دي ممكن تدمر خلايا جسم شخص في ثواني. يا جماعة ركزوا، لو فعلا هيعملوا كده في الحفلة يبقى ينهار جثث محروقة. المشكلة ان مفيش وقت عشان الحفلة دي تتلغي، كل اللي عليهم دلوقتي انهم يأمنوا المكان. كوكو هو بيشتغل بيسمع عن قتل عضو الجمعية العامة، وان اللي عمل كده هو كيلر بي، وان في تهديد على حياة العمدة. ايه ده؟ طب ازاي يا عمنا؟ ده انا من الصبح في الورشة. بيعور ايده بالقصد وبيقول لهم انا رايح المستشفى، وكل ده علشان يشوف مين اللي عايز يوقعه. الحفلة بتبدأ والمحققين بيدخلوا وسط الناس، وكمان كوكو بيتنكر وسطهم. فجأة بتظهر واحدة لابسة زي ياباني بتمنه تشتري عربية بورش، والغريب ان ميانوتسكي كان موجود ومراقب. كايلا كانت بتراقب من بعيد، مشغلة برنامج يحلل حركة كل شخص في الحفلة، واي واحد يتصرف تصرفات مش طبيعية يتكشف وقتي. كوكو كان بيتمشى يدور على اي دليل. بتبصله ايزانامي من جماعة ماركت ميكر، بتقوله كلام بصوت واطي يخليه يحس انه انتقل لعالم تاني. في نفس الوقت ده الشاب السايكو بياخد خطوات سريعة ناحية العمدة. كان هيطعنه بسكينة، لكن ماريو بسرعة بيمسك ايده وبيثبته على الارض. الواد بصوت عالي بيقول نفذ الخطة البديلة. كان متفق مع واحد تاني هكر كل نظام الفندق، وفي ثانية واحدة قفل كل الانوار وكل الابواب. عرفهم انه سيطر على الفندق بالكامل. ده كمان وزع قنابل من الغاز السام في كل مصادر التهوية، كمية ما تكفيش للي موجودين، بس دي مستعدة تحرق كل اللي في المدينة. لو عايزين ينقذوا نفسهم يبقى يقتلوا العمدة ويسيبوه يمشي يوقف القنابل. ومش كده وبس، لأ، بيقول لهم كمان ان الساعة 9 هيكون اكبر عمل ارهابي في التاريخ. الكل هنا هيموت، ولكن محدش هينسى اسمه، هيبقى أسطورة تتكتب في التاريخ. ماريو اتعصب جامد ورماه على الأرض، قال لكايلا تتصرف بسرعة، لكن المخترق قفل عليها كل الأبواب. كوكو بيطلع السطح يلاقي إيزانامي مستنياه، بتخلع الزي الرسمي وتبان على حقيقتها. مبسوطة إنه بلع الطعم وظهر، بتحذره من البداية إنها مش زي كوين، يعني مش هتموت بسهولة. لو جه معاها برضاه فالأمور هتبقى سهلة عليه، لأن هم عايزين جسده مش حياته. بس بطلنا كان رده سلاحه. المعركة بتبدأ وهو بيسألها انت مين؟ انتوا كلكم مين؟ عايزين مني ايه بالظبط؟ وتعرفوا عني ايه انا معرفوش؟
إيزانامي بتقول كلام مش مفهوم بلغة مختلفة. هو مش فاهم، ارتبك وتوتر أول ما قالت له إحنا عيلتك. عيلتي يعني اللي بدور عليها معاكم. بيسألها عن بنت اسمها يونا، لكنها بتهرب مش بتديله إجابة. ساعتها بيطير وراها بسرعة، يمكن تكون الخيط اللي هيوصله لأكتر بنت حبها. كيث ساب الحفلة بالكوارث اللي فيها وركز مع هدف تاني برا. كل واحد هنا بيدور على حل الألغاز كتيرة في دماغه. بيزق بوريس بعيد ويسوق العربية ورا إحساس مجهول، في حين إن الجو في الفندق متكهرب. السايكو مبسوط إنه حط لهم حل، ومع ذلك مش هيقدروا يستخدموه. بيحطوا كل أملهم على كايلا اللي بتشتغل بإيديها وأسنانها. اكتشفت إن الهاكر سرق كل البيانات، قدراته في الهجوم والدفاع تعتبر زيرو. كل اللي محتاجاه هو الوقت. المطاردة لسه شغالة. إيزانامي ما وقفتش ضرب نار عليه، وهي عارفة إنها مش هتصيبه. بترن على ميناتسوكي تعرفوا إن الملك ساب عرشه ونزل، وهم في طريقهم لقبر أبوه والباقي العيلة. بعدها بيرن على كاموي، المجنون ده من جماعة الريجي. بيقول له إن اللي عايزينه حصل، مفيش فايدة من هجومهم على الفندق ولا في فايدة من الولد اللي استخدموه، فبيقتلوا ببساطة لكن بوحشية. الريجي هم مجموعة تنفيذية شغلتها تحافظ على توازن العالم، تتعامل مع أي حاجة خارجة عن السيطرة. رسميا تابعين للحكومة، عمليا عندهم سلطة مستقلة، محدش يقدر يحاسبهم. تصرفاتهم من نفسهم، إجرام عنف وقتل من غير حساب. بيطاردوا الناس اللي عندهم قوة خارقة نتائج التجارب. هدفهم القضاء على أي خطر قبل ما يكبر، حتى لو بطريقة أخطر. علاقتهم بالماركت ميكر أعداء طبيعيين، شايفين إن تجاربهم تهديد للعالم، لكن كل اللي بيجمع بينهم هو المصلحة وبس. الهجوم بيقف، كايلا بتفتح كل الأبواب والناس بتبتدي تطلع برا بسرعة. ميناتسوكي مراقب من بعيد، مش عايز حد يعطل مهمة إيزانامي، فبيفجر قنابل الغاز في الفندق. في نفس الوقت اتسربت كلها الفتحات التهوية، الناس بقت تترمي على الأرض زي الميتين. إيريك بيؤمر كايلا تتصرف بسرعة، فبتحاول تخترق نظام التهوية وتحول مسار الغاز لمناطق معزولة. بيبلغوا كيث بسرعة علشان يساعدهم، لكن هو بكل برود بيقول لهم إن طالما سربوا الغاز فده مزيف مش حقيقي. غالبا ده هيكون منوم، المقصود منه إلهاء الحكومة علشان يغطوا على هروبهم. بنرجع لميناتسوكي اللي ادى كاموي جرعة ذهب مكافئة. الجرعة دي بياخدها الريجي والماركت ميكر علشان يثبتوا الخلايا المعدلة وتمنع الجسم من الانهيار، كأنها دعامة للجسم اللي تشوه بالتجارب. رمزيا يرمز للكمال، الثبات والقيمة المطلقة، محاولة لتثبيت الكمال داخل جسد بشري، والنتيجة قوة بلا روح، ثبات بلا حياة. بنروح لإيزانامي، أخدت كوكو النهر كله شموع، أطلقوا عليها بوابة الأموات، معتقدين إن كل شمعة تتولع بذكر شخص هيرجع للعالم يشوف حبايبه تاني. كوكو زهق من رغيها الفاضي، عايز يعرف يونا فين. بتقول له أنت ذكرياتك عنها باهتة، حتى نفسك مش فاكر عنها أي حاجة، وإن كل اللي بيعمله عبارة عن محاولة يائسة علشان حد يلاقيه ويعرفه هو مين. جابته للمكان ده لأنهم كانوا بيقعدوا عنده كتير، وفعلا بتبتدي مشاهد من ذكرياته ترجع له. ما كانش قادر يسمع أكتر، واحد زيه مش فاكر ماضيه، سهل جدا تلعب في أفكاره. بيتحول بسرعة ومع أول هجوم بيكسر سيفها، بتعرفه إن محدش سلب منه ذكرياته غيره، هو اللي مسحها بعد اللي عمله في عيلته. والعيلة هنا مقصود بيها الأطفال اللي عاش معاهم، وهي واحدة منهم. بتحول رجلها لسيف وبتقول له إنها مش هتسمح له ينساها زي الباقيين، مش هتسامحه لأنه ما أنقذهاش وخدها تهرب معاه. الغضب اللي ظهر عليه كان أقوى من أي وقت تاني، هاجم بسرعة غير عادية، أصابها في وشها وهي ما كانتش عايزة تموته، مع إنها عارفة إن نهايتها على إيده. بتصده وتفكروا بيها على أمل إنه يفتكرها، لكن في النهاية اللي توقعته حصل. المعركة بتنتهي وهي معاها، طعنها بالسيف في قلبها، ومع ذلك قدمت له أقوى ما فيها، قالت له اقطع رجلي الشمال وخدها، هتنفعك قريب لأن اللي مستنيك أخطر من كده. وآخر كلمة بتقولها له الميس كانوبوس، لو عملت كده هتلاقي اللي انت بتدور عليه. على جانب آخر في الفندق كل الأمور بقت تحت السيطرة، اللي اتسرب كان منوم فعلا، والغاز لقيوه في صناديق مكتوب عليها غاز سام، وجنبها عينة من اللي يقدر يعمله، جثتين متحللين.
كيث وصل النهر متأخر وما لقاش أي حاجة، وباقي الفريق مش فاهمين اللي حصل، ولكن ليلي كانت حيرانة. كل الجرايم ليها علاقة ببعض، ومع ذلك مش قادرين يوصلوا لأي دليل. كيث بيحلم بوقت موت أخته، بنت جميلة شوهها وعذبها مجرم قبل ما يقتلها، وجيلبرت تحاول يصلح كل جرح فيها قبل ما يدفنها. في الصبح بدري كوكو بيروح المكتبة علشان يدور على معلومات عن كانوبوس. ليلي شافته وأخدته في طريقها فسألها عنه، بيتعرفوا إن ده نجم حقيقي في السماء، نجم بيرمز للطريق الصح، الحاجة اللي بترشد الناس وسط الظلام. في نفس الوقت ده كيث كان في المكتبة، كيث خارج وكوكو داخل. فجأة بيسمع صوت بيقول له المس كانوبوس. بيبص حواليه بسرعة مش بيلاقي حد جنبه. المعلم بيرجع البيت يلاقي ليلي واقفاله على الباب، ما كانش عايز حد يشاركه حياته الهادية، لكنها بتفرض نفسها عليه. بتكون محضرة كل ملفات القضية اللي شغالة عليها، بتقول له ان قضية كيلر بي معقدة، فليه هو دايما بيقول عليه قاتل متسلسل ماشي في طريق علشان يدمر نفسه. ما بتردش. طيب هكمل برضه. علامة بي بتتساب على كل جريمة، وكل شخص بيموت بنكتشف انه كان مجرم، وورا كل جريمة بتحصل سرقة ذهب من مكان مختلف. كانت شاكة ان حرف بي معناه حاجة تانية المجرم عايز يوصل لها، حاجة هم مش فاهمينها، وكل ما تفكر في الموضوع تتلخبط اكتر. علشان كده جات له لانه اكتر واحد عبقري فيهم. بتحاول تمثله بالاكل ان في فجوة كبيرة بين كل الجرائم اللي اتنسبت لكيلر بي. المقصود من كل اللخبطة دي ان في طرف تالت مجهول محدش يعرفه، ممكن يكون بيحرك ناس تانيين او متنكر في هيئة اشخاص وسطهم، بيعمل جرايم ويختفي كأنها تمويه لحاجة اكبر ممكن توقع المدينة باللي فيها. وقبل ما يدركوا كده هيبقوا مجرد متفرجين عاجزين انهم يتصرفوا. كيث حس انها هتدخل نفسها في حاجة اكبر منها، بيبوظ كل اللي عملته وبيفصلها عن افكارها. خرج عن شعوره وحذرها من انها تدخل في موضوع خطر زي كده بدافع الفضول. على جانب اخر بيجي لميناتسوكي شخص من المجموعة يديه جرعة ذهب. لايكا ده كان النتيجة النهائية لتجارب الماركت ميكر، مش شخصية مستقلة لكن صورة من صنع فكرتهم. البداية تجربة أخيرة جديدة حاولوا يصنعوا فيها نسخة جديدة من ميناتسوكي، الاتنين ناتجين عن نفس التجارب، نفس المصدر لنفس الهدف. ميناتسوكي هو الشخص والكيان ده هو الفكرة اللي بتمثله، بس كل واحد اتخلق علشان طريق مختلف. بيحكوا عن ريجوليس الزعيم الكبير اللي عايز يمسك كوكو بأي تمن حتى لو هيضحي بيهم كلهم. براندون كان لسه في المكتب، فجأة بتظهر له ملفات غريبة عن كل المحققين. بالصدفة يلاقي ملف عليه صورته، بيدخل عليه يلاقي فيديوهات ملهاش عدد. بيدخل على فيديو منهم يلاقي نفسه متراقب من تليفونه. حاول يعرف مين اللي عمل كده، لكن بسرعة بيجي واحد يخليه يترعب أكتر ما هو خايف ومتوتر. بياخد الأجهزة بسرعة علشان يعرف السر، بيرن على بوريس علشان يعرفهم إنهم متراقبين. وبعد ما عرف مكانه دخل الأسانسير وهو لسه مش مرتاح، الهدوء حواليه خوفه أكتر. في مكان بعيد كوكو كان بيراقب المدينة، ذكريات تيجي وتروح عن وقت طفولة باهتة، حاسس بالوحدة كأنه غريب عن العالم كله. مفيش أقصى من إنك تصحى كل يوم وإنت مش عارف إنت مين، وأسوأ سجن ممكن تدخله هو دماغك بين ذكرياتك. لكن هيفضل ثابت على مبدأه، حتى لو قالوا عليا شيطان هعمل اللي أنا شايفه صح لغاية ما الاقيكي. بنرجع لبراندون اللي قرروا يخلصوا منه بعد ما كشفهم. ضربوا كتبوا حرف بي بدمه كرسالة تهديد. فريق المحققين بتجيلهم رسالة من إيريك مع جين إنه يوقفهم عن التحقيق في قضية براندون، لأن شريط المراقبة بتاع الليلة دي كلها اتمسح عن قصد، وده معناه إن اللي عمل كده واحد من المكتب. بينقلوا المستشفى للعمليات فورا. بعد ساعات طويلة الدكتور خرج طمنهم إن حالته مستقرة، مفيش أي علامات على هجوم دفاعي. الاحتمال المتوقع إن اللي هاجمه شخص كان واقف وراه. وقبل ما كيث يمشي الدكتور بيقول له إن براندون قبل ما يغيب عن الوعي طلب منه يديله الساعة دي. كيث فاضل باصص لها مش فاهم ليه طلب كده. المرة دي داخل حرب أذكى منه شوية، واللي جاي مش هيكون رحيم عليه. إيريك بيرن على ليلي يطمن على حالته، كمان طلب منها ترجع وهو يحط حد غيرهم للحراسة. بيأمرها إنها ما تعرفش حد إنه عايش علشان المجرم ما يرجعش يهاجمه تاني. كوكو كان موجود في محل آلات موسيقية وفجأة بيسمع نفس الجملة المس كانوبوس. بيبص بسرعة يلاقي كيث معدي الشارع، ده نفس الراجل
ليلي شافه لما سمع نفس الجملة قبل كده. يا ترى هو ايه علاقته بالنجم واشمعنى الراجل ده يعني؟ بيدخلوا اسم الشرطة، كوكو بيروح وراهم عايز يعرف السر ورا الراجل ده. كايلا بتخطف ليلي الأوضة وتقفل عليهم بسرعة، بتاخد منها تليفونها لأنها عرفت الأسرار اللي براندون اكتشفها. وعلى سفينة موبي ديك ميناتسوكي قلقان إن براندون لسه عايش، وده بعد ما الشخص اللي جوه المكتب فشل إنه يقتله. المهمة فشلت، كان عايز كوكو يظهر لأن المرة دي كاموي اللي هيحاربه، وطبعا لأنه من الريجي فدي مهمة خفيفة على قلبه، لأنه كوكو بالنسبة لفصيلته سلاح خطر لازم يتشال حتى لو كان ضحية. الماركت ميكر بيخلقوا الفوضى، الريجي بيحاولوا يسيطروا عليها. كوكو واقع في النص والعالم كله بيتشد من الطرفين. ميناتسوكي بالنسبة للكل كان النموذج المثالي لأنه كمل التجارب للآخر. الإيمان بفكرة البداية سيطر عليه، شايف نفسه النور الوحيد والباقي لازم يمشي وراه حتى لو هيبقوا مغمضين. بنرجع لكايلا، بتعرف ليلي عن السبب اللي خلى المجرم عايز يقتل زميلهم. بتطلع الأجهزة اللي كانت معاه توريها إن كل موظف في المكان ده متراقب من تليفونه. بترفع تليفونها عليها وتفتح ملفها علشان تثبت لها إن الكلام ده حقيقي. لكن مين اللي عمل كده وإزاي براندون اكتشف ده هيفضل سر لغاية ما يفوق. وبعد كل الأسرار والشرح اللي قدمته البرنامج اتقفل من نفسه. الدليل ضاع من إيديهم لأن اللي عمل كده عرف إنه اتكشف. كاموي كان بيبان طبيعي لحد بس ما جرعة الدهب تخلص، بعدها بيفقد السيطرة على التحكم في غضبه وقوته وغريزة القتل اللي اتكون بيها. قبل ما ياخد الجرعة بيروح وراه كام عيل متنمر يرموها من إيده. خلاص هو على آخره، انت اللي جانيت على نفسك. بالسكينة بيشق بطن الواد نصين ويشرح وشه وينزل تقطيع في الباقيين. لايكا كان مراقب، شاف واحد هيهرب فقتله لأنه ما ينفعش يسيب دليل ورا اللي حصل. لقى كاموي هجم عليه، ثبته بسرعة وحقنه بجرعة ذهب، وبعدها اتحكم في عقل الأمن بختم الجمجمة علشان ينسوا اللي شافوه. في حين إن المستشفى الوضع اتحول فيها لساحة جريمة بعد ما المجرم ظهر. دخل أوضة براندون علشان يخلص عليه، لكن من حسن الحظ كيث اكتشف السر ورا الساعة. رفع عليه المسدس وقال له إن السكينة دي سرقها لما دخل أكل في بيته. القاتل اللي سمى نفسه GHR طلع الساعة اللي هي صناعة فرنسية. وقت الجريمة الساعة وقفت عند 10:08 دقايق، بتشير ل 18 بتوقيت جرينتش التوقيت الإنجليزي. 10/8/18. لو حولنا الأرقام دي لرموز هتبقى GHR القاتل المتسلسل اللي اختفى من سنين. بيقرب منه يظهر نفسه وهو مبتسم، مش همه انه اكتشفه. ده كان جين زميله اللي اشتغل معاه 20 سنة، كان بيكرهه، بيغير منه لأن الكل شايفه أحسن وأذكى وهو مركون على الرف. كان نفسه يعيش أكتر علشان يموت كل شخص حواليه بيحبه علشان يحرمه منهم. لكن دلوقتي ما فيش غير حل واحد، وهو انه يسلب منه حياته ومحبة الناس بس بطريقة تانية. بيحط السكين على رقبته ينتحر علشان يظهر لهم انه هو اللي قتله. حاول يمنعه ما قدرش، حاول يوقف الدم لكن الأوان قد فات. بيبص جنبه فجأة يلاقي كوكو ضربه وخطفه. ما هو لازم يعرف ايه علاقته بالنجم قبل ما يتقبض عليه يعني. بترجع ليه للمستشفى تلاقي المراقب ميت، بتدخل بسرعة الأوضة تلاقي والحمد لله براندون كويس، لكن جين واقع دمه مغرق الأرض. آخر كلمة بينطقها قبل ما يموت إن كيث هو اللي عمل فيه كده. مقابلة تجمع بين عقل عبقري وشاب بقوة لا يعي مصدرها. كيث كان عارف عنه كل حاجة، بيسأله فين جناحاتك، وكوكو ما كانش مهتم هو بيقول ايه. المهم عايز يعرف ايه علاقته بكانوبوس، الاسم ده بيقولوه على كبار السن اللي بيرشدوا الصغيرين للطريق الصح. بالنسبة له كانوبوس مش نجم، لكنه فكرة ممكن تدله على اللي بيدور عليها. هو بيسأله عن مكان يونا، بيقول له تقصد تجربة رقم 4 يا رقم 13، البنت اللي قضيت حياتك كلها تدور عليها؟ معقولة ما خدتش بالها في كل مرة كنت بتسيب لها علامة كيلر بيه؟ شكلك تعبت على الفاضي يا صاحبي. كان عارف كويس ان كل رسالة من كوكو وراها صرخة ما اتسمعتش، القتل رسالة والبطل ضحية. بيفهموا ان رقم بي اصلا بيتكتب رقم 13 بالانجليزية وجنبه رقم 4 بالروماني، ودي ارقام تجاربهم. كان بيقتل الاشرار علشان يعرف يونا انه لسه عايش، ولانه عارف كويس انه محتاج له فلازم يستغله ويسأل
بيسأله عن كل لغز عاش في خياله، بيديله مكان وميعاد يقابله فيه علشان يعرفوا مكانها. بوريس بياخد ماريو للمكان اللي اشتغل فيه كيث 8 سنين كاملين، وده لأنهم عزلوه بعد ما أخته ماتت. أخد المجرم من المستشفى وعذبه من غير تصريح لغاية ما اتأكد إن مش هو اللي قتلها. ليلي راحت لجيلبرت تسأله عن شخصية كيث، قال لها إنه شخص ممل قضى معاه طفولته كلها، هو أعلى نياته وتصرفاته عفوية لكنه ما يقدرش يرتكب جريمة زي دي. وقبل ما تمشي قال لها أنت شبهها، ودي كانت تاني مرة حد يشبهها بإريكا أخت كيث اللي اتقتلت. بوريس بياخد سلاح لكيث، وده سلاح صنعه بعد ما أخد معلومات من أبوه عن حاجة مضادة تتفاعل مع جسم عدو معدل جينيا، في حين إن يونا كانت بتجهز علشان تحارب كوكو. ولايكا ما كانش عاجبه تصرفات ميناتسوكي المتهورة لأن الرئيس ما أمرش بحاجة زي دي. بيجي الميعاد اللي كيث استناه سنين، كوكو راح له بيسأله على مكان يونا، قال له اهدى طالما انت عايش فأكيد هي عايشة في مقر الماركت ميكر. بيحكي له إن كل حاجة بدأت في مدينة جيت بلاك. ففي نهاية القرن ال18 العلماء اكتشفوا هيكل عظمي ليه أجنحة متحجر فوق جبل، قالوا إن دي كانت أصل البشرية، حفريات لكائنات عظيمة ظهرت في العصور القديمة، ومن وقتها بدأت رحلة إعادة إحياء الكائنات دي. الملك والحكومة حبوا يستغلوا المشروع سياسيا، لموا تبرعات مالوا بيها خزينة الدولة الفاضية. بعدها بنوا معهد أبحاث سموه خاولا بلانكا العلمي. العلماء استخدموا أحدث وسائل التكنولوجيا، بدأوا برنامج اسمه التوالد الداخلي، نتج عنه جنس مشوه مجنون سموه في البداية بالواعدين. حاولوا يخلقوا إنسان كامل أو كيان شبه خارق، وعلى مر السنين التكرار استمر وخلق فصائل مختلفة لكائنات شبه بشرية لكن بقوة خارقة. ولكن بعد كل ده المشروع فشل بسبب طمع العلماء من المبالغ اللي اتعرضت عليهم علشان يبيعوا الفكرة. وبعد ما طلعت إشاعة إنهم هيوقفوا البحث، واحد من الباحثين قدم للملك عرض بإنه هيصنع منظمة تلعب بتوازن المدينة، منظمة سرية بتشتغل من وراء الستار تحرك العالم زي لعبة الشطرنج. بتؤمن إن العالم محتاج إعادة ضبط من البداية، وعلشان كده اسمهم مرتبط ببيجينينج التي تعني البداية. وبعد ما اعتبروا الواعدين تجربة فاشلة سموهم مجموعة الماركت ميكر، بعتوهم للحكومة الملكية علشان يبقوا استخبارات خاصة. بسبب العالم ده البحث موقفش، التجارب فضلت مكملة علشان تسد جوع الحكومة للسلطة. وآخر تجربتين كانوا بالنسبة لهم نقطة نجاح وبداية جديدة كانوا هما كوكو ويونا، لكن بعدها حصلت كارثة في المعهد اللي أشرفت عليه حكومة البلد. ذكريات كوكو عن الوقت ده كانت ممسوحة، لكن إزاي هو يعرف كل ده عنه؟ بيقوله إن على نفس الجبل كان في نقش جيني علمي مرسوم معاها قدرات وشكل وعظام وأجنحة للكائنات اللي اكتشفوها. كان مشرف على فك الشفرة 3 علماء، واحد منهم هو الدكتور كازما، وده يبقى أبو كيث. ومش بس كده لأ، ده يعتبر أب كوكو الروحي اللي أشرف على صنعه هو وحراسه. كوكو رجعت له ذكريات كتيرة بعد القصة دي، أقصى حاجة إنك تكتشف إن وجودك نفسه كان تجربة. وفجأة ظهرت يونا، كتلة غضب متحركة مشحونة من ميناتسوكي بعد ما سلب منها ذكرياتها. هجمته بسرعة تتقارن مع سرعته، اتحول في ثانية، البيت ما قدرش يستحمل قوتهم. ميناتسوكي واقف بيراقب وهو بيقول كم شخص قتلته بإيدك اللي سرقتها، كم جثة شوهتها بالعين اللي سرقتها، كم جريمة ارتكبت بالرجل اللي سرقتها. هل ستقتل على يد من أحببت أم ستقتل أكثر من أحببت؟ يونا كسرت كل العواميد لغاية ما البيت وقع، وهي وقعت مع مهزومة. كوكو راح يقتلها، كيث حاول يمنعه لأنه ما يعرفش دي مين. أول ما بيبص في عينيها ذكرياتها معاه بيرجع لطبيعته، مش مصدق عينيه. هي كمان ما كانتش عارفاه، بتاخد السيف تفلق له وشه، ما اداش أي رد فعل، ما كانش همه حتى لو مات، المهم إنه شافها، حاول يفكرها بيه. كل معلوماتها عن الشخص اللي قدامها إنه قتل كل أصحابها في خاولا بلانكا. السفينة بتوجه النور عليهم، طعنته بسيفها ما تأثرش، حضنها وقال لها ده أنا كوكو. يونا بصت لعين الحقيقة، افتكرت كل حاجة اتمحت من ذاكرتها غصب عنها، شافت قدامها كوكو اللي حبته. اكتشافها للحقيقة كان الشرارة للي هيحصل بعدين.
ميناتسوكي كان عامل حسابه للحظة زي كده، كان محضر للخيانة من بدري. بينزل يضرب الاتنين بسيف يخترق أجسامهم. كوكو اتألم عليها برغم كل اللي حصل فيه، لكن ولا فرق معاه على قد ما هو مش عايز يخسرها تاني. سحب يونا بالسيف فصلها بعيد عنه، وسحب السيف من جسمها بكل هدوء ولا كأن دي البنت اللي رباها. ظهرت باقي النماذج علشان يضربوا كوكو في كل منطقة في جسمه ما عدا القلب والدماغ، وده لأن الزعيم عايزه حي. رموه من على السطح لكن مستحيل يستسلم بسهولة. بيطير ناحيتهم فبيخرموه بضرب النار. جه دور كاموي. كوكو بالنسبة له غلطة لازم تتحذف. بيرميه على الحيط ويدخل السيف في جسمه أكتر كأنه بيحفر جواه. بيزقه بعيد عنه بسرعة. ميناتسوكي كان مجهز مفاجأة هتخلصه من عدوين. بيرفع ايده يدي أمر للسفينة، فبينزل عليهم كمية سهام ملهاش عدد، وكل سهم فيهم كان متوصل بحبل. كاموي ما توقعش الغدر، صابوا سهم علقه في الهواء. بينزل يدي أمر إنهم يرفعوا الأسهم. بيترفع كاموي مع السهم، إنما كوكو بتسحب من جسمه واحدة واحدة. كان بيتقطع من الألم وهم باصين عليه مستمتعين. بيظهر كيث علشان يحميه، بيضرب على ميناتسوكي طلقة في إيده. كان متفه منها جدا لأن جسمه بيتشفي بسرعة. لايكا أخد باله إنه إيده بتتحرق، لازم ينسحب فورا لأنها لو ما اتعالجتش دلوقتي هتنتشر لباقي جسمه، ولو حصلت أي معركة فهم اللي خسرانين. كوكو بيدخل في غيبوبة. في الوقت ده بترجع له ذكرياته وقت ما كان في خولا بلانكا. تجارب اتعملت على أطفال أيتام، ناس مالهمش حماية. التجارب كانت عبارة عن تعديل جيني، تحفيز قوة غير بشرية، كسر الشخصية وإعادة تشكيلها. التجارب وقتها ما كانتش عشوائية، كان ليها 3 أهداف واضحة: صناعة إنسان متفوق، أقوى، أذكى، أسرع، وأقل مشاعرا. كان أصغر طفل فيهم وكان أضعفهم لأنه نموذج غير مكتمل. كان بيحبها جدا، وده كان بسبب مصير صناعتهم، لأن التجربة كانت واحدة فكبروا جواهم ارتباط طبيعي ببعض. وجودها هناك كان دليل إن الإنسانية لسه ممكنة حتى لو كانوا تجارب. الدكتور كازما كان بيحبه، بيحتويه لأن قوته الوحيدة في عينه الشمال اللي أصلا مش مسموح له يستخدمها. كان بيتقابل دايما معاها بعيد عنهم. عرفها إنه بيساعدها لأنه لما بيشوفها زعلانة تلقائي بيحس بنفس المشاعر. بيكتب لها على الأرض رقم 4 بطريقة مختلفة ورقم 13 علشان يبقى رمز محدش غيرهم يفهمه. بيقول لها لو حد ضايقك ارسمي الرمز ده في أي مكان وأنا هاجي أساعدك، والعكس كمان. يونا، الغلطة اللي كشفت كل حاجة، كانت رمز للإنسانية. حد بيحب ويحلم، وجودها حسس كوكو إنه إنسان. وهنا بنفهم إن حرف بي كان رسالة مش جريمة وبس. فجأة وبدون سابق إنذار بيحصل انفجار على الجبل. كوكو جري علشان ينقذ يونا. الدكتور ادى كيرياسامي سلسلة، قال له خد كوكو واهرب من هنا بسرعة. بيروح وراه ويأمن كيرياسامي عليه لأن كوكو بالذات ما ينفعش يتأذى. يونا كانت كاتبة رمز كيلر بي مستنية، لكن جالها ميناتسوكي خدعها بإنه هياخدها عند كوكو. بنعرف هنا إن اللي هجموا هم الماركت ميكر نفسهم، كانوا عاوزين ينهوا سلطة الملك من البحث وياخدوا الأطفال لنفسهم. ولأن التجارب ما اكتملتش على كوكو، إنسانيته كانت لسه موجودة، المشاعر ما ماتتش جواه. تجربة نجحت جسديا لكنها على جانب آخر فشلت فكريا من وجهة نظرهم، علشان كده كان لازم يخلصوا منه. حرضوا الأطفال عليه وعلى الدكتور بأنهم حراس مخلوقين علشان يبقوا قطع غيار لكوكو. ميناتسوكي ضرب الدكتور بسكينة وراح انضم للمنظمة. بيوصل كيرياسامي وكوكو المخبأ لكن العدو بيكون سابقهم. جهز ايده اللي اتحولت لسيف، قال لي كوكو انت ملكنا، ما ينفعش تموت، لازم تكمل علشان التجربة تنجح. زقوا جوه المخبأ، موتهم ومات معاهم. كوكو خرج ورجع المعهد اللي ما بقاش فيه حتة سليمة. النار أكلت كل حاجة. شاف الرمز وحزن لأنه ما وفاش بوعده. طلع لقى الدكتور غرقان في دمه، قال له لازم تعيش، ده واجبك، انت مديون بكده لكل زمايلك. بيديله ورقة مكتوب فيها كل حاجة عايز يعرفها عن نفسه وإيه اللي المفروض يعمله بعدين. وقبل ما يموت بيبعت رسالة لكيث يقول له إن كوكو هيلاقيه مهما طالت الأيام. أيوه، فرض عليه إنه يحميه ويرشده للطريق الصح. كوكو بعد ما بيقرأ الورق بيجمع كل زمايله في الساحة وبيمسك سيف يقطع كل مصدر قوة فيهم يركبها في جسمه. ولأن جسمه قابل للتعديل الجيني، الأجزاء اللي ركبها كونت كائن مختلف، الملك ذو الأجنحة السوداء.
بيصحى كوكو يلاقي كيث ضمت جروحه. قال له طلع الورق من جيبي، انا افتكرت كل حاجة، محدش مسح ذكرياتي، انا اللي مسحتها لان عيني بتتحكم في الذكريات. ما كنتش عايز افتكر اللي عملته في زمايلي يومها، ما كنتش عايز احس بالذنب، لكن لما شفتها افتكرت كل حاجة. الحقيقة اللي بتدور عليها مش دايما بتريح، ساعات هي اللي بتدمرك. ريجولوس الزعيم الكبير اللي لسه هويته مجهولة بيكتف ميناتسوكي عقابا على عدم طاعته، بيسحب سيفه يقطع له ايده اللي اتصابت، فبتتحلل في ثانية كأنها شوية تراب. طلعت مذكرة للقبض على كيث الهربان لأنه مشتبه فيه في قضية قتل جين. ليلي دخلت بيته وشافت أوضته، كانت عبارة عن لوحة كاملة من التحليل لقضية واحدة، ما في شبر واحد فاضي إلا وفي سر ما حدش فهمه غيره. كان بيطبع أفكاره كلها على الحيط علشان ما ينساش إنه لازم يجيب حق أخته. وعلى جزيرة بعيدة كان هربان فيها كيث مع كوكو. قال له أنت أنقذتني ليه؟ رد عليه بإن في أسئلة كتير ما حدش هيجاوبوا عليها غيره. ورى صورة قاتل متسلسل اسمه كايل، وده اللي قال له عليه انه قتل اخته. وقت المحاكمه هرب من مستشفى الامراض العقليه اللي اتحبس فيها، وهو بيرتكب جريمه جديده، اتقتل بطريقه مجهوله. كان شاكك انه هو اللي قتله، كان متاكد ان مش كايل اللي قتل اخته، طريقه قتلها كانت مختلفه عن باقي قتل ضحاياه. لكن اللي مش قادر يصدقه هو ليه اعترف انه قتلها، عرف ازاي مكان قتلها والسلاح اللي اتقتلت بيه. في الوقت اللي اعترف بيه وقال ان هو عمل كده، كان بيتستر على مين وقتها؟ هو فاهم كويس ان الجريمة كان قرار اتاخد وواحد تاني هو اللي نفذ. كوكو بيقول له ان ده من الريجي، قتله لانه من المنظمة اللي هاجمت المعهد، عرق قديم من اشباه البشر الوحشيين اللي اتخلقوا علشان القتل وبس، وان المدينة مليانة منهم وهم مش عارفين. كيث اكتشف ان كوكو مش قاتل متسلسل عادي، هو كان بينتقم، بيستهدف ناس ليهم علاقة بتجارب بشرية ومصايب قديمة، جرائم كانت انتقام زائد كشف فساد مش قتل عشوائي. إيريك بيتواصل مع كيث، بيعرف منه ان جين هو اللي قتل نفسه، بيطلب منه يسلم نفسه وهو هيساعده، بيحكي له انه اتقابل مع كيلر بي ويتأكد من شكوكه. كايل ما قتلش اخته، لكن طبعا مش هيصدقه، خصوصا ان الكلام ده جاي منه. بيعرفه ان مجموعة ماركت ميكر بنفسها بدأت تدور عليه. كيث بيقفل التليفون وبيرميه في البحر علشان محدش تاني يقدر يوصله. ما كانش خايف لانه ما عندوش حاجة يخسرها، اخطر مواجهة في حياته كانت جواه. ليلي فضلت تحلل وتفهم ايه اللي كان مكتوب بلون احمر على السقف، المعادلة الوحيدة الكاملة خلتها توصل لشكل إيريكا. دلوقتي بس فهمت هما كانوا بيقولوا لها انتي شبهها ليه، وفهمت ليه كيث كان بيتجنبها. بوريس ما كانش عنده مفر تاني غير انه يحكي لها عن وقت الجريمة لما لقيوها متقطعة فوق الجبل. إيريك اتعصب عليها وقال لها انتي موقوفة عن الشغل، سيبي شرطك وامشي من هنا. بتطلع متعصبة منه، بتاخد عربيتها حالفة انها تلاقي كيث لوحدها، ودي كانت خطتهم من الاول. بوريس متفق مع إيريك ضدها لانه عارف كويس ان محدش غيرها هيقدر يلاقيه، لو دور عمله كله عليه هيفضل تايه، انما بعد ما عصبوها فهي الوحيدة اللي هتوصلهم ليه. كانوا مركبين لها في العربية جهاز تتبع علشان يعرفوا هتروح فين، بتروح اماكن كتيرة تسأل عليه لكن مفيش فايدة، بتقعد لوحدها فجأة تفتكر انه بيطبخ اكلة غريبة من مدينة معينة، ودي نفس المدينة اللي اتولد فيها، فبتقوم بسرعة علشان تروح هناك. كيث وقتها كان بيجهز كمية كبيرة من المعدن الازرق اللي هو نقطة ضعف الكائنات اللي شبه الريجي والماركت ميكر. الوصفة دي عارفها من كتاب الدكتور كازما علشان عارف ان ممكن تحصل كارثة في اي وقت، وان المنظمات دي شايفين العالم مكسور والبشر فشلوا، فقالوا نصنع بشر افضل، مقتنعين ان الدم تمن عادل للبداية الجديدة. الحرب هتفضل شغالة لغاية ما يوصلوا لهدفهم. كوكو كان تايه، مش عارف اذا كان يساعده ولا يكمل لوحده. التوهان ده جاي من قلب واحد شال اكتر مما يحتمل. كيث بيقول له ان عينك بتلعب في الذكريات وعين ميناتسوكي بتتحكم في الكل، عندكم نفس القوة. الراجل اللي قتل ابويا واللي خطف يونا وقتل كتير من غير هدف هو العقل المدبر اللي عايز يدمرك، شايف نفسه بداية العالم، غالبا ناسي ان العالم مش ملكه. على جانب اخر ليلي وصلت الجزيرة، كيث وكوكو راحوا ياكلوا في مطعم وسألوا انت شاكك في مين في قضية قتل اختك؟
مرضيش يديله إجابة لأن دي لسه شكوك. بيوعده إنه يساعده ينتقم لموت أبوهم وأخته لو بس قال له مكان يونا. كيث بيقول له إنهم مستخبيين في سفينة موبي ديك وسط النجوم في اتجاه كانوبوس، وهو بيشاور له. ليلي بتمسك صباعه. أخيرا لقيتك يا عجوز يا باربع عيون. ولما كوكو حاول يهرب مسكته لأنه الطفل المتبنى في عيلتهم. يا حلاوة. خدوها البيت قالوا لها احنا اكتشفنا ان احنا اخوات فقلنا نقعد مع بعض شوية. في الوقت ده وصل عدو جديد كل هدفه انه ينجح علشان ميناتسوكي ما يقللش منه تاني. بيضرب على البيت برشاش آلي فجر العربية وخلى البيت أشلاء. كوكو استعد علشان يدافع. تاكيرو كمان استعد يضربه اخر طلقة ويحقق النصر اللي محدش من مجموعته تهنى بيه. كوكو بيختفي من قدامه ويجري ناحيته بسرعة. كيث قال لي ليلي احفر اللي هتشوفيه ده في ذاكرتك ولو عشنا بعدها هفهمك كل حاجة. كوكو بيطير بسرعة لدرجة ان تاكيرو عينيه ما جابتهاش. بينزل عليه وبالسيف ينهي حياته ويريحه من عذاب الفشل اللي عاش فيه. وبعد 18 ساعة كيث بيسلم نفسه. إيريك بيدخله أوضة الاستجواب. قال له ان مسؤول ماركت ميكر اتجنن مش عارف يستخدم سلطته صح. كل خطوة بيخطيها علشان مصالحه الشخصية وبس. بيرتكب الجرائم علشان يتسلى بعذاب الناس. الدولة لازم تعرف هي بتتعامل مع مين. كائن مصاب باضطراب التحكم في الدوافع هو وكل مجموعته. واحد منهم هو القاتل اللي بيدور عليه من 8 سنين. إيريك مش مقتنع. منظمة ماركت ميكر منظمة جدا. الدولة ما قدرتش تمسك عليهم غلطة. والقاتل اللي ليهم سنين بيدوروا عليه قدر يلاقيه ازاي في كام يوم يعني. وبالرغم انه مش فاهم حاجة لكنه واثق فيه وفي دماغه. المجموعة كلها كانت جاهزة تاخد أوامر منه علشان يمسكوا المجرم. قال له انه زمان فشلوا لانهم سابوه لوحده لكن دلوقتي كل المجموعة هتبقى في خدمته. كيث قال لهم ان كل حاجة مترتبة وأمر ماركت ميكر في حد تاني هيتولى غيرهم. انما المجرم انا قدرت اكتشفه لان اول يوم رجوع ليا زرعت معاه جهاز تنصت وعرفت انه لسه بيكلم إيريكا لغاية دلوقتي. وبما ان ليلي شبهها فهيستخدموها كطعم. بيرسم على كتفها نفس الوشم بتاع اخته وبيبعتها لجيلبرت الطبيب الشرعي في قسم الشرطة. بتقف تتفرج على صور اشاعات ضحايا الجرايم. بيلاحظ الوشم على كتفها. افتكر حبيبته القديمة إيريكا كان عندها نفس الوشم في نفس المكان. وهي طالعة بيسألها ازاي لسه بتثقي في كيث. بتتعدل تقول له ان الموضوع مش ثقة بس لكنها بتحبه. بعدها بيرجع بسرعة لمخبأه. بيفكر هو ده فخ منه. بيقوم يدور على إيريكا ما بيلاقيهاش لانها كانت وهم في خياله مش اكتر. ده شخص ورا ابتسامته الهادية قرارات مرعبة وماضي اسود هنعرفه قريب. كوكوري توأم تاكيرو بتنفجر في ميناتسوكي. ازاي مسمي نفسه منقذ وهو موتهم واحد ورا التاني. كلهم ماتوا بسبب خططه الفاشلة ودوافعه الأنانية. بتهدده إنها هتعرف ريجوليس بخطته وقتها هيخليه يحصلهم. بيخنقها جامد ويرفعها في الهوا لغاية ما تموت. بنرجع لتنفيذ باقي الخطة. ليلي بتقف في الشارع تستنى جيلبرت يطلع من العيادة وهو مروح بيشوفها. بتقول ان عربيتها تعطلت ولو ينفع يوصلها يبقى فيه الخير. كانوا زارعين عليها أجهزة تنصت وتتبع علشان ما تتعرضش للخطر. كمان بوريس وماريو مراقبين من بعيد. العربية بتتحرك ووراهم عربية المراقبة. ليلي كانت بتستخدم كل الكلمات اللي كيث علمها لها. كلمات وتصرفات إيريكا كانت بتعملها. ده غير طبعا تسريحة الشعر اللي كانت هي والنضارة اللي طلعتها تلبسها خلتها بقت شبهها جدا. ضيقوا عليه الأمور من كل ناحية. خلوه حس إن دي إيريكا فعلا. المرة دي قدامه مش وهم، لحم ودم كأنها ما ماتتش. حتى الأغنية اللي شغلتها كانت المفضلة عند إيريكا. فجأة بيحيد عن المسار اللي هيوصلهم لبيتها. دخل لمغسل عربيات. بوريس وماريو قربوا منهم. راقبوا لغاية ما طلعوا لقيوا إن كل حاجة طبيعية. العربية وقفت عند بيت جيلبرت القديم. كيث كان قلقان وليلي كانت بتغني. بس أول ما طلعوا من المغسل صوتها اختفى. بوريس وماريو دخلوا المبنى. هدوء يرعب. ما لقيوش حاجة تحت. طلعوا فوق لقيوا شخص باصص للشباك. ثبتوه بالمسدسات. اتعدل لقيوا ان ده كائن تاني شبه جيلبرت لكن مش هو. ماسك في ايده جثة كاموي مزروع فيه متفجرات انفجرت فيهم والبيت كله اتدمر. كل الاشارات ضاعت. وبعد وقت طويل بوريس وماريو صحيوا حكوا لهم على اللي حصل. كيث قدر يخمن اللي حصل. جيلبرت في المغسلة اتقابل مع واحد من الريجي ودي طريقته اللي اخيرا فهمها. كان بيستخدم نفس الخدعة من 8 سنين
سنين في مقابل جرعات دهب بياخدها من ماركت ميكر يوزعها عليهم. إيريك كان عاوز يبلغ باللي حصل، وبما إن تحقيقهم سري هيتحاكموا عليه، بس ده ما فرقش معاهم، المهم ليلي ترجع. ولكن كيث منعه من كده. أي مشاكل ومواقف غير متوقعة بتحصل بتكون أمور أساسية قبل ما الحقيقة تتكشف. جيلبرت أخد ليلي للمخبأ، شل حركة جسمها، فتحت عينيها على كمية جثث ملهاش آخر. جيلبرت مسح الوشم لقاه مزيف، فهم على طول إن ده فخ من كيث. تخيل إن إيريكا بتواسيه كالعادة، لكن الحقيقة هو بيكلم نفسه مش أكتر. ليلي كانت خايفة لأن أسوأ نوع شر هو اللي بيكلمك بهدوء، ومفيش حاجة تخوف أكتر من النوايا المخفية. كوكو وقف على الحافة الشمالية، افتكر كيث لما حكاله عن طيور الكراكي، مخلوقات بتهاجر فوق جبال الهيمالايا. كان عايز يعمل زيها، أول ما يوصل للشمال ينط من على الجرف بسرعة 15 كيلومتر في الساعة، وبعد ما يقع بثانيتين يفرد جناحاته من جديد، لأن التيارات في المكان ده هتساعده يطير فوق السحاب بسرعة ضعف سرعته. وقتها بس هيقدر يوصل لسفينة موبي ديك، قاعدة عمليات الماركت ميكر. كمان عرفوا إنه هو اللي فك شفرة الأسطورة. لوح الشفرة كان مليان معلومات وأساطير وحاجات كتير محدش لاقي لها تفسير لغاية دلوقتي، والقصة الوحيدة اللي توصف حالتهم هي قصة خادمات الضريح. ففي ليلة اكتمال القمر ال13، الراجل اللي خدم الضريح زمان كان مشهور بأجنحته، اتلقب بالملك ذو الأجنحة السوداء. والخادمة اللي جت بعده قدمت له سكينة هدية، اتقتلوا بيها هما الاتنين. والخادمة اللي اتقطعت راسها تحولت رماد، اندمج مع قوة الملك وأعادت إحيائه، واتجوز واحدة من الخادمات. حاربت جنبه على جبل كريمونا وشاركته نفس المصير، ماتوا على نفس الجبل وأعظمهم لسه موجودة لغاية دلوقتي. كوكو كان خايف ان نفس المصير يلازمه هو ويونا، بيحارب العالم ومعركته الحقيقية جواه. على الجانب الآخر ميناتسوكي عالج يونا علشان ينقذوا سلالتهم ويكملوا مشروع البداية، ولما رفضت ضربها وعرفها ان كوكو آخره يقف على الأرض، ولو فكر يوصل لهم هيتحرق في الجو ويموت. بنروح لكيث، كان هيتجنن علشان يعرف جيلبرت راح فين، عمال يجيبها يمين وشمال ومفيش سكة تانية. كايلا قدرت تلاقي اتجاهات العربية اللي جيلبرت هرب بيها، فضلت متابعاها لغاية ما عرفت انها جاية من مستشفى أمراض نفسية قديمة، ودي نفس المستشفى اللي هرب منها الريجي كايل. وكده مش معناه غير ان الاتنين ليهم علاقة ببعض. جيلبرت عمل الجريمة ولبسها لواحد من الريجي كالعادة، والمعمل هناك بتوصل له جثث يوميا لأغراض أبحاث محدش يعرف عنها حاجة. وبما ان المستشفى قديمة فالجثث دي بتتسرب لمكان تاني. كيف بيطلب منها تراجع دخول وخروج جيلبرت من معمله، بتلاقي انه لسه موجود لدلوقتي، ودي اول مرة جيلبرت يرجع فيها المعمل. في خلال ال8 سنين اللي فاتت سهر في الشغل 37 مرة، وده نفس عدد جثث البنات اللي اختفت عندها نفس مواصفات إيريكا. بتعرض لهم شكل المبنى اللي هم فيه، لقيوا انه مبنى قديم ليه 300 سنة عايش على التجديدات. بحثت لغاية ما لقت مكان معزول محدش يعرفه تحت الأرض. دخلوا المعمل بتاعه، كيث قدر يلاقي المدخل السري. نزلوا تحت الأرض لقيوا ساحة كبيرة جدا، محدش كان يتخيل ان في مكان زي ده تحت اسم الشرطة. قدامهم جثث ملهاش أول من آخر، وجثة أبوه وسطهم، مدير مؤسسة خاولا بلانكا، المنظمة المسؤولة عن إحياء الإنسان الكامل، وفي سرير عليه دم. عرفوا انه خد باله من كشفهم للمكان. كيث كان عارف عنه حاجات كتير، في حرب عقلية كانت قايمة بينهم من زمان. جيلبرت رن عليه، كيث قال له ليلي فين؟ انت ما استخدمتش غير مشرط واحد، هي لسه عايشة ومش معاك، لانها لو ميتة مش هترن عليا تعطلنا لاقيك. جيلبرت مؤمن ان السيطرة احسن من الفوضى باي تمن. قصتي ما ينفعش تتحكي بهدوء، لازم تترسم بالجثث، لازم حد يدفع الثمن. بعدها قفل الخط، طلع بره لقى الامن، طلع غله فيهم وموتهم كلهم. كيث لقى باب، فتحه بسرعة لقى كوم جثث ليها سنين، منظر يخلي الشعر يشيب. وكمان لقى ليلي وسطهم، جري بسرعة أخدها، هي متخدرة مش ميتة، وكايلا بتطلب لهم عربية الإسعاف. لقى كبسولة جواها رسالة في بقها، الحركة دي كانوا بيستخدموها هما الاتنين زمان، وعدها إنه هينهي كل ده قريب. جيلبرت رن على ميناتسوكي علشان يغير الخطة، كان عايز يفجر مركز الشرطة باللي فيه، حتى لو
وهيستخدم الغاز السام على المكان كله. لايكا كان متغاظ من الكل، مش عاجبه اي حاجه بتحصل. رد عليه قال له احنا مشغولين مش فاضيين نضيع وقتنا معاك، مش ناسيين جميل انك انقذتنا، لكننا ردينا لك الجميل اضعاف. جيلبرت كان هيتجنن، كل الطرق ضاقت عليه. تخيل إريكا جنبه، لكن المره دي بتختفي بدون رجعه، ودي كانت اكتر حاجه وجعته. حبها كان عايش جواه رغم انه هو اللي قتلها. كوكو استنى التيار المناسب، رمى نفسه من المنحدر وفرد جناحاته، طار بأعلى سرعة في اتجاه كانوبوس. الغلاف الجوي بدأ يحرق وشه، بس ده مش فارق له. الانذار اشتغل في السفينة، تحذير ان في حد بيقرب منهم. لايكا بيروح لميناتسوكي اللي كان قرب يموت يونا، هدال انها ما ينفعش تموت دلوقتي. شعرها لمع بلون فضي قوي، ده معناه في الأسطورة بداية النهاية أو تتويج ملك ذو أجنحة سوداء جديد. كوكو وصل السفينة، ميناتسوكي جاهز أكتر منه، عايز يسرق كل مصدر قوة فيه علشان يبقى سيد العالم. دايما القوة اللي بتيجي من غير اختيار بتكون سبب دمار وهلاك صاحبها. من الليلة دي غيمة الرعب هتعم على الكل. الحكومة بتنزل تحت الأرض تشوف الكارثة. جيلبرت حنط كل الجثث، بس كل ده ما يقدرش يعمله لوحده، أكيد كان في شركاء معاه يعني. ليلي بترن عليهم تعرفهم إن كيث متوجه لمسرح جريمة قتل أخته، لأن جيلبرت حط في بقها كبسولة جواها رسالة ليه. الحرب بدأت على السفينة، معركة قوية أشبه بكتلة غضب بتتخانق مع المصير. كوكو كسر سيفه، بصله بعين الذكريات، وكل ذكرياته رجعت له. وقع على الأرض مش عارف ده مين ولا عارف هو نفسه مين. كل اللي فاكره إن في حد بصله بعين تحكم وأمره يمثل دور مش بتاعه، فاكر إنه واحد من الريجي مش من الماركت ميكر. بنكتشف هنا الحقيقة اللي هتكون صدمة للكل. ميناتسوكي الحقيقي خدع واحد من الريجي علشان يمثل دوره مكانه، وهو يلعب ويتحكم في الكل من بعيد. ده كان لايكا. ميناتسوكي الحقيقي عمل تبادل أسماء وشخصيات مع طفل من الريجي، اتحكم فيه بعينه وخلاه صورة ليه قدام الكل. أكبر صدمة للريجي إنه ما طلعش النور الحقيقي، طلع أداة في إيد حد تاني. اللي موته صراعه النفسي مش صراعه على حياته، لأنه الآخر ثانية ما كانش عارف هو مين، مش قادر يقبل حقيقة إنه عاش حياة حد تاني. في نفس الوقت ميناتسوكي الحقيقي أخد يونا وهرب بعد ما شغل السفينة على التفجير الذاتي. اتمنى إن كوكو يكتشف الحقيقة وما يموتش مع الباقيين، علشان لسه معركتهم طويلة. في حين إنه كان بيدور عليها في كل مكان، لقى الرمز بتاعهم مرسوم بدمها. دي مش المرة الأولى، دي تاني مرة يفشل إنه ينقذها. بعد ثواني معدودة انفجرت السفينة في اتجاه كانوبوس، كأن الأمل نفسه انفجر واختفى. كيث وصل مسرح الجريمة، بيرن على جيلبرت، بيفكروا بذكرياتهم مع بعض. بيعرض قدامه قد ايه إريكا كانت بتحبه ومهتمة بيه. من الغيرة والحقد كان مصور كل حاجة ومحتفظ بيها. مجموعة المحققين اتحركوا بسرعة قبل ما الكارثة تكبر. إريك عرفهم إن أخته ما ماتتش على الجبل، ده هي اترمت فيه بعد ما اتقطعت، لأن كيث دايما كان بيقول إنها ماتت في البيت. كيث بيسأله مين اللي كان مسؤول عن هجوم خولة بلانكا، قال له إن الأطفال هناك كانوا عبارة عن منتجات مستغلة، أسلحة حية معروفة باسم الريجي، وإن هو اللي قاد الهجوم. أمر ميناتسوكي يقتل الدكتور كازما، كان بيتحكم فيه من طفولته علشان هو ما يسبقوش بكده بعين التحكم. وطالما الطفل ما شافش دليل بعينيه هيفضل مآمن بمعتقداته لباقي حياته. ميناتسوكي دلوقتي لسه بيتحركوا كل فكرة أنا زرعتها فيه، كلها كانت كذب لكنه صدقها. خدعته يقتل كوكو كل زمايله علشان ما يبقوش قطع غيار ليه، لأن الأسطورة قالت إنه هيبقى الملك، فليه ما ياخدش مكانه. أقنعته إن الوحيد اللي ينفع يقود الطريق لأن كل اللي حواليه تايه. لما العالم يخذلك فكرة البداية الجديدة بتبقى مغرية حتى لو كانت بداية دموية. وهو بيتكلم كيث وصل البيت اللي كانوا عايشين فيه مع بعض، قال له أنا لازم أقتل علشان أعيش، ما أقدرش أسيطر على نفسي. حتى إريكا ما قدرتش تسيطر على مشاعرها وحبتك، علشان كده كان لازم تموت. بنعرف هنا إنها ما كانتش أخت حقيقية، عائلة فليك اتبنتها وهي صغيرة. كوكو قدر يهرب من الانفجار، ماشي ناحية جيت بلاك، جبل
الأسطورة. ميناتسوكي مستنيه، بيحكي ليونا انه بيعمل كل ده علشان كان بيتفرج عليهم في المعهد من بعيد، بيسمع أصواتهم وهم بيلعبوا في حين انهم عزلوه عن الكل. كان متخيل ان اللي حكاه له جيلبرت حقيقة، وانه انقذه من الظلام والوحدة اللي انعزل في وسطهم. كيث فهم ان الهدف من الهجوم هو ميناتسوكي نفسه. السبب الحقيقي ورا عزله انهم شافوا في قوة مختلفة هتعارض فكرتهم، هيكون الامل الوحيد لخلاص الريجي. القوة دي ميناتسوكي نفسه لسه ما يعرفش حاجة عنها بفضل جيلبرت. فهم ان المشكلة مش في القاتل، المشكلة في اللي خلقه. هم بيطاردوا منظومة على هيئة شخص. على الجبل يونا كانت عارضت كل كلمة قالها. كوكو مش هيخسر قدامه أبدا، مش هيقدر ياخد منه حاجة. طعنها بالسكينة لأنها مش قادرة تصدق حقيقة الأسطورة. كل واحد فيهم ليه مصير لازم يشوفه، وهما الاتنين مصيرهم يموتوا مع بعض. هما اتخلقوا علشان يبقوا مؤديين في قصة بتكرر نفسها. كيث حذر كوكو من انه يروح جيت بلاك لان الملك الحقيقي اتقتل هناك، لان المكان ده بالذات هيمتص قدرته في التجديد. هي اصابة هتعيش معاه للابد لو ما اتعالجتش في الوقت المناسب. احتمال موته على ايد ميناتسوكي هتكون اكبر طالما هيروح هناك. وبرغم كده كوكو ما اداش اعتبار لحياته وراح علشان خاطر يونا. ميناتسوكي مستمتع بمشاعر الاحباط واليأس والألم اللي في عينين يونا. كان سايبها عايشة علشان يستمتع بالمشاعر دي، يستنى الوقت ده كله علشان يشهد نهايتهم زي ما الأسطورة قالت، عشان ينهي عصر ملك فاشل وينقش لوح جديد على قصته. الملك الجديد اللي هيقود الكل للبداية والنور. كوكو وصل، شاف يونا والحالة اللي كانت فيها، عينيه اتحولت، ما قدرش يستحمل يحصل فيها كده بسببه. بيقول له ما تقلقش، هي لسه ما ماتتش ولا هسيبها تموت دلوقتي غير لما تشوفك بتتقطع وبعدها هتحصلك. كيث قال لجيلبرت ما تشبهنيش بيك، انت خدعت واستغليت الكل علشان مصلحتك. مستحيل تكون انسان طبيعي، لا بتحس بندم ولا اسف على جرايمك، ولو حصل وحسيت شخصيتك بتخلق شخصية منفصلة جواك علشان تكمل البشاعة اللي بدأتها، وفي الاخر ترمي لوم قتلك على اللي حواليك علشان مشاعرك المؤذية ترجع لبدايتها. الوحش الحقيقي هنا هو انت يا جيلبرت. كوكو كان عبارة عن كائن بيحركه الغضب، لكن جسمه مش بيتحرك زي ما هو عايز. ميناتسوكي شرح جسمه، عارف ان الجروح دي مش هتتشفي خاصة في المكان ده. المكان ده للبدايات والنهايات. ميناتسوكي هو النتيجة لما الفكرة تكون كاملة. جيلبرت بيعرض باقي الذكريات بعد ما حاصر عدوه في المتاهة اللي صنعها له بنفسه. مع كل لغز يحاول يحله هيغرق في بحر غموض لغاية ما يوصل للقاع، للظلام. كان عامل كل ده علشانه هو. كل الأمور اتصممت علشان تقوده لقلب الحدث، علشان يدور بيأس عن إجاباته ما يلاقيش، ويرجع يقف في نفس الدايرة اللي هو عايزه يقف فيها. عايز يشوف نظرة الكره والحقد دي في عينيه، وقتها بس هيحس بسعادة أكبر من سعادة القتل. على جانب آخر ميناتسوكي ضرب كوكو بالنار، استغل إنه مش قادر يتحرك من الإصابات وخرم جسمه بالطلقات. جيلبرت بيكشف له عن الحقد اللي في قلبه ناحيته، وبنعرف هنا إن أخت كيث كانت متبناه وكانت بتحب كيث أكتر من جيلبرت اللي عشقها. كيث بيرفع عليه المسدس، عايز ينهي اللعبة دي بأي طريقة. قال له أنا لسه ما خلصتش، قبل ما نتخرج قعدنا مع بعض، ولما عرفت إن جوايا ميول للقتل كنت بتبصلي بنظرة استحقار، وكأنك كرهتني بدل ما تكره تصرفاتي وتساعدني، والأول مرة في حياتي بكيت. أخدت وقت طويل أخمد جنون القتل جوايا طول ما إريكا جنبي، لكنها وقعت في حب شخص ما كانش ينفع تحبه. أنا كنت محتاج لها أكتر، أنا كنت أولى بحبها. ما كانش قدامي حل غير إن أموتها وتفضل جثتها قدام عيني. في الوقت ده المجموعة وصلت، ليلي جريت جوه البيت بسرعة. جيلبرت قال له اضرب واقتلني لأني هكرر كل اللي عملته تاني، والمرة دي الدور على كل اللي حبيتهم. بعدها بيرفع مسدسه عليه، بس كيث نزل سلاحه. مهما حصل هو مش عايز يبقى زيه، لكنه بيوجه مسدسه على الباب، بيهدده ان اول حد هيدخل هيموته، لانه عارف كويس ان اول واحدة هتتهور وتدخل هي ليلي. في نفس الوقت كان ميناتسوكي طاعن كوكو بالسيف ومثبته على الحيط وشغال ضرب نار على جسمه. كل حاجة ماشية زي ما الأسطورة قالت، فاضل بس ياخد منه عينه وكل جزء سرقه من زمايلهم في المعهد.
كوكو بالرغم ان اللي قدامه ما يستاهلش تفسير قال له ان زمايلهم مش ميتين، هم عايشين جواه بوعيهم وذكرياتهم. الدكتور كازما أمنوا عليهم علشان ينقلهم للمستقبل هو ويونا، وفعلا بيطلع من كوكو صوت جماعي بيقول اننا كلنا عايشين جواه وهنفضل مع بعض للأبد. ميناتسوكي مش فاضل كلام العيال ده، راح ليونا سحب منها السيف بكل عنف وخلى دمها كله اتصفى. كوكو صرخ بأعلى صوت مقهور عليها، سحب جسمه بالسيف وطلعه، جري ناحيته بأعلى سرعة صد كل الرصاص، لكن ميناتسوكي على آخر لحظة طلع سكينة قطع بيها ايده. كل اللي بيحصل ده كلمات جميلة هتزين قصته الوهمية الجديدة. متخيل ان كلام جيلبرت حقيقي وهيتحقق. بيهجم على كوكو، بيلاقيه طار بعيد كأنه هيهرب، لكنه على آخر ثانية بيستخدم رجل إيزانامي قطع رقبته بيها. في نفس الوقت كان كيث ضارب جيلبرت بطلقة في دماغه. وصل شخص شايف ان القتل حاجة غير عقلانية انه يقتل علشان ما يسيبش اللي حبها تضيع من ايده والتاني مرة. قرر يرحم كل اللي هيتقتلوا على ايده بطلقة واحدة. مات بعد ما وصل للي عايزه، يتمنى انه يموت على ايدين الشخص اللي بيكره الموت علشان تفضل ذكرى سودة محفورة في دماغه ما تتنسيش للأبد. ميناتسوكي اتحلل واختفت معاه كل المعاناة في قصة كوكو. اخد يونا وجري بعيد عن جيت بلاك علشان ينقذها، وبعد 3 شهور كل حاجة رجعت لطبيعتها. في الوقت ده كيث كان متوقف عن الشغل وده وقت رجوعه، بس محدش في زمايله كان متفائل. الراجل ده لما بيرجع بتظهر حوادث غريبة شبهه. ليلي راحت خدته من البيت علشان توصله، قالت له انها مستغربة ليه جيلبرت كان مبتسم حتى وقت موته. امتنان ولا انتقام؟ معقولة كان فرحان انه لقى حد وقفه لانه ما كانش قادر يسيطر على نفسه؟ حط مصيره بين ايدين كيث، لكن كيث من وجهة نظره شايف ان جيلبرت هو اللي فاز بعد ما وصله يعمل اللي هو عايزه. وهم في الطريق لقيوا كوكو يونا فأخدوهم في سكتهم. الصدمة الأخيرة بقى إن كيرياسامي كان لسه عايش، وبعد ما شاف فشل ونهاية الماركت ميكر قرر يرجع علشان يسترد إيده الشمال من كوكو حتى لو بالحرب والدم. زاراكي مستشار الملك، أكتر شخصية موثوق فيها برا القصر الملكي، معروف إنه مسالم مش متطرف. كان بيحضر فرح بنته ومجموعة المحققين كانوا بيأمنوا المكان ما عدا كيث لأنه سابهم ورايح يكتشف سر محيره. وقبل ما يمشي بينزل الملك ذو الأجنحة السوداء. حاولوا يهربوا زاكاري لكن كوكو عارف هو بيعمل ايه. بيهتم بشوية المفاعيس اللي بيضربوا النار الأول، وبعد ثواني معدودة بيطير ورا العربية يقطعها نصين بالسيف. فجأة قاعة الاحتفالات انفجرت باللي فيها، البت ملحقتش تفرح يا زلمة. بيطلع من وسط النار ماريو، رفع عليه مسدس، اختفى بسرعة وجري عليه فرتك له المسدس. كوكو ما عندوش وقت يضيعه، بينزل عليه برجل تنسيه اسمه، بعدها بياخد فريسته يطير بيها بعيد. بنشوف هنا ان كوكو حاول يخلي يونا تعيش حياة طبيعية، دخلها مدرسة وكان مهتم بيها وهو لسه مستمر في شغل الصيانة. وفي يوم حصلت حاجة ما كانش يتوقعها، كيرياسامي لسه عايش. لقى كوكو راح له بنفسه، عرفه انه كان مستني المقابلة دي من زمان، مقابلة كيلر بي. بيوريني بفضله هو لسه عايش. ده كمان مش هو بس، لا ده في عدد كبير من زمايلهم لسه عايشين. بيسألوا ايه الكلمة الأخيرة اللي قالها الدكتور كازما قبل ما يموت. بيفتكر وقت الانفجار، الدكتور وقتها قال له لو بدلت قطع من جسمك مع عدد من زمايلك كده انت هتقدر تنقذهم. كمان ده هيخليه أقوى كائن علشان فيما بعد يقدر يحميهم ويحمي العالم من الخطر. قال له ان دي مهمته اللي اتخلق علشانها. كمان اداله ورقة مكتوب فيها ايه الأجزاء اللي يبدلها في جسمه من مين بالظبط. كوكو بيعرفه انه من وقتها وهو مصدوم، كان متوقع انهم يفوقوا بعد اللي عمله. عملية التحام الأجسام أخدت أسبوع وما حدش فيهم فاق برضه. كيرياسامي عتب عليه لأنه سابهم وهرب، لكن دلوقتي في فرصة يتجمع معاهم من تاني. بيشرح له انهم حاليا بيشتغلوا مع منظمة وطنية هدفها تأسيس عالم جديد، يخلقوا مستقبل يقدروا يعيشوا فيه مع البشر، دمار لأجل خلق بداية جديدة. بمعنى أدق يعني تدمير ذات العالم شوهته السلطة، وعلشان يقدروا يحققوا ده لازم يخلصوا من كل التكنولوجيا القديمة في العالم وأولهم الريجي. بيطمنوا انهم ما كانش ليهم علاقة باللي عمله جيلبرت، وان هو وكيث كانوا سبب كافي لنهاية الماركت ميكر، واول وسيلة مساعدة لتحقيق الهدف هي قوة كوكو. لكن اول ما بيسمع كده بيرفض تماما. هو اتبسط انهم عايشين، لكن معركته خلصت لغاية هنا طالما يونا معاه.
بيقول له خد ايدك اهي لكن طلعني بره الحسبة. كيرياسامي بيديله تليفون علشان يكون بينهم تواصل، وهو ماشي بيقول انهم مش هيقدروا يهربوا من مصيرهم. في العالم ده مفيش حاجة اسمها نهاية، لكن في حاجة اسمها توريث الألم. المقابلة دي كان بيراقبها يوكيازي مع أساجيري زمايله في خاولة بلانكا. كيث كان حاضر وقت جريمة إطلاق النار، وقت ما بيدور على دليل مين اللي شارك في الجريمة بيلاقي كيرياسامي وراه. ما تفاجئش كأنه عارف انه عايش، كمان عارف انه سبب في موت الريجي آخر فترة، وكل ده علشان يعيدوا بناء هيكل جديد للعالم. كان عايز يعرف مين اللي محركهم وبيديهم الأوامر. كيث عينيه دايما كانت شاكة في كل حاجة، دماغه شغالة زيادة عن اللزوم، حاسس ان اللي حصل قبل كده كان مجرد فصل من رواية طويلة لسه بتتحكي. فاهم ان الماركت ميكر ساب وراهم بذرة بدأت تنبت. كيرياسامي كان عايز كيث في مهمة ضغط على شخص معين، فبيتجاهل كلامه وبكل بساطة بيخطفه في برج وسط المحيط. ما كان لا في اكل ولا مية، يعني حياته مرهونة، هو هيقدر يستحمل كام يوم. بيقول له انك بالنسبة لكوكو عبارة عن كانوبوس، كائن اهم من يونا نفسها، يعني مهما طلبت منه هينفذه علشان بس ينقذك. وهنا النجم تحول من الحلم للخطر. كوكو كان عايز يتواصل مع كيرياسامي، حب ينعزل فدخل الغابة. كيرياسامي عارف موقعه من التليفون، ادى امر الاساجيري بالهجوم. بس دي ما كانتش معركة عادية، قوة اساجيري في نسخ القوة كان لازم تحاربه علشان تعرف مدى قوته وتنسخها لنفسها، لكن مواجهته كانت صعبة عليها، ما كانوش يتوقعوا انه بالقدرة دي. في الاخر بتقع مهزومة بعد ما كوكو بعد عنها سيفها، مرضيش يموتها لانه عارف كويس مين دي. بيطلع يوكيازي وكازان بيعرفوا انهم اخدوا كيث، بيسيب له اللغز بانهم حطوه وسط المحيط علشان يرتاح وافكاره تهدى. لو ما ساعدهمش ونفذ مهمتهم كيث هيموت، وبعده يونا وليلي وباقي العيلة اللي اتبنته. بعد ما هددوا انهم يقتلوا كل حد يعرفه، بيدوا فلاشة فيها تفاصيل المهمة الأولى. مطلوب منه يقتل شخص في خلال يومين مش عايزين يشوفوه على الكوكب حي، ولو ما عملش كده هيقتلوا بداله يونا. لقيوه اتعصب وتحول، عارفين انه ممكن يقتلهم، لكن حتى موتهم مش هينقذ يونا من الخطر لانهم مش بيشتغلوا لوحدهم. زكري فتح عينيه على وحش الظلام، ما كانش عنده مانع يموت على ايدين واحد من الوحوش اللي وافق على صنعهم من البداية. ولما حس بالندم ادى امر بشن غارة على المعهد وفجر الجبل باللي فيه. كان عارف ان في اي لحظة هيدفع ثمن قراره. كوكو كان متردد جدا، مش عارف يعمل ايه. جوه حربه نفسه متلخبطة، مش فاهم امتى الحرب دي هتخلص ويعيش في سلام. فجأة بيلاقي راس زكري مقطوعة تحت رجليه، قتلوه قدامه علشان يثبتوا له انهم بيتكلموا جد. كانوا شايفين كوكو ضعيف زي زمان، ما يستحقش شرف انقاذ العالم. بنشوف هنا الملك كان طالع من القصر بموكب كبير، شايف الناس وهي بتصرخ، بيطالبوه يوقف صنع التجارب على البشر. كان عارف ان زكري مش هيظهر تاني طالما واحد من المعهد خطفه. السكرتير بتاعه بيقول له ان العالم بقى واعي باللي بيحصل، لازم يبنوا نظام جديد متطور. الملك انفجر فيه، ما انا مش هسكت لك تاني بقى، ما صدقنا ان البلد هديت، اي تغيير مفاجئ هيخلي الكل يشك اكتر. مش كفايه انك السبب في التحريض على هجوم المعهد، وانت السبب في ان جيلبرت يتهور ويبوظ الدنيا، ده غير الريجي اللي اختفوا بعد ما كانوا محافظين على سلطه القصر بالخوف اللي زرعوه جوه الناس. دي بلدي انا، مش هسمح لك تتصرف فيها وتهد اللي انا عملته. بنشوف هنا ان زكري اترمى في الغابه واتساب فوق جثته حرف بي، لكن المره دي القاتل كان مختلف. الخطر ما ماتش لكنه غير شكله. إيريك كان لازم يتدخل، بيوزع عليهم المهمات وبيقول لي ليلي بما انك الوحيده اللي هتقدري تلاقي كيث، اعرفي لي مكانه بأي طريقه. بنرجع للسكرتير اللي ليه علاقه كبيره بكيرياسامي، ده هو ريجوليس الزعيم المجهول اللي بيحرك كيرياسامي ومجموعته. عرفوا ان الملك رفض اقتراحهم في انهم يعيدوا احياء بحث الجيل الثاني لانه مش ناسلهم غلطات الماضي. دلوقتي مفيش وقت يضيعوه، لازم يستخدموا خطة بديلة حتى لو ده يعني ان الدنيا هتخرب. نكتشف ان في ناس بتكمل التجارب مؤمنين ان الجيل الاول ما حققش الكمال، وان كوكو مش نهاية لكنه نموذج ناجح لازم يكمل. كيث ابتدى يبان عليه التعب، قلة اكل، قلة مية خلت اعراض الجفاف تبان اسرع. في حين ان الملك عمل جنازة كبيرة لزكري وصمم يحضرها بنفسه حتى لو ده هيعرضه لخطر لانه هيختلط بالشعب. بس ده مش مهم لانه راجل ماشي بمبدأ
كده هعيش واموت ملك فخور باللي بعمله حتى لو الكل شايفه غلط. كوكو واقف بعيد استقبل مهمة جديدة بتتبعت له صور لكيث ويونا كتهديد. بيطير ناحية القصر بسرعة بينهي على كل الحراس في غمضة عين. بيوصل الخبر للملك كان لازم يطلع بره يتأمن قبل ما تحصل كارثة. كيرياسامي حط الخطة وقف يتفرج من بعيد كان حاطط كل حد في مكانه الصح كأنه بيلعب بيهم شطرنج. كوكو ظهر في مكان تأمين الملك، الحراس ضربوا عليه نار، اختفى من قدامهم وظهر وراهم وقعهم واحد ورا التاني من غير ما حتى ياخدوا بالهم. كوكو طلع بره أوامر المهمة، قال للملك والسكرتير اللي المفروض يموتهم تعالوا معايا وأنا هحميكم لغاية ما المشكلة تتحل. ريجوليس اتأكد إن كلام كيرياسامي صح، كوكو مش هينضم ليهم مهما حصل. دلوقتي المهمة هتكمل بيه أو من غيره قبل ما حد يكشفهم. بتنزل أساجيري على الملك بالسيف، كوكو بيبعدها بيحميها منه وبيروح يكمل المعركة بعيد معتقد إنه كده بعد الخطر عن الملك. أساجيري ضربت كوكو وظهر كازان علشان يكمل عليه. كيرياسامي رن على ريجوليس عارف منه اللي حصل، قال له إنه هينفذ المهمة بنفسه، اللحظة دي مفيش فيها رجوع من غير خسارة. الملك كان مصدوم، ما توقعش خيانة إيده اليمين. أساجيري في كل معركة بتبقى أقوى من اللي قبلها لأنها نسخت وعرفت حركاته كويس. كوكو لقى إن التلاتة اتجمعوا حواليه، حس إن ما عندوش فرصة قدامهم، مسك سكينة ضرب رجل يوكيازي وهرب بسرعة. مكان الجريمة كان مليان دم ولكن مفيش جثث، الملك وريجوليس اختفوا، واللي اتساب كان علامة كيلر بي اللي ما تخصش صاحبها أساسا، لكن للأسف الجريمة هتتنسب ليه. ليلي بتروح مسرح الجريمة اللي كيث كان موجود فيها، الراجل مجنون انتحر بعد ما ضرب نفسه، لكن استنتاجها كان غير كده. من آثار الرجلين ومكان الرصاص عرفت ان في حد تاني قتله ورماه من الشباك، واكيد الشخص ده كان عارف ان كيث موجود فخطط يخطفه بالطريقه دي. المستهدف هنا كيث مش المجرم، بتبص وراها تلاقي ان حتى كوكو جاي يدور عليه. القصر كان في حاله فوضى، الملك اختفى من غير مقدمات، المحققين مش عارفين يشوفوا شغلهم، افراد العيله الملكيه رافضين يدوهم عينه دم علشان يتاكدوا اذا كان دم هو اللي على الارض ولا لا. ليلي بتاخد كوكو معاها، حكى لها ان كيرياسامي خطف كيث، لكن ليلي كانت باصه للموضوع من منظور تاني. كيث هو اللي وقع نفسه في شباكهم، راح هناك وهو عارف ان ده هيحصل، كل ده علشان يكتشف باقي اسرارهم. بيروحوا مكتبه القديم يدوروا على اي خيط يمسكوه، بيلاقوا عنده صور اطفال المعهد. مش فاهمه ليه كيرياسامي دخل كوكو كيث في النص، طالما عايز يقتل الملك يتفضل يقتله، لكن دول ذنبهم ايه يعني؟ كوكو كان عارف ان هدفه يخليه هو اللي يقتل الملك، لكن ليه؟ ده اللي ما يعرفوش. بياخدوا كل اللي عايزينه وقبل ما يمشوا بيلاقي عربيه قدامهم، اساجيري مراقباهم، اخذت اوامر تدمر اي دليل يوصلهم لكيث. فجأة بيتضرب على العربية نار، والصدمة هنا إن اللي ضربت كانت إيزانامي. إزاي كده يا جدعان؟ هي مش كانت ماتت؟ ادت عنوان لكوكو، راحت استقبلتهم بنفسها، وريت كوكو رجلها اللي بدلتها معاه. اهو يا صاحبي ابتديت اتعود عليها، لكن بيني وبينك حكايه ان البس كل فرد مقاس مختلف ده شيء مقرف يعني. بتفتكر انها ساعدته لانه مش بيدور على انتصار على قد ما بيدور على حريته. بتاخدهم لمكان سري، كان مكتب قديم لمنظمه ماركت ميكر، يونا كمان كانت هناك، بتوريهم ان الامانه اللي استلمتها لسه سليمه. الملك كان معاهم، شاف ايزانامي وافتكر انها انقذته من ريجوليس، حكى لهم انه كان عارف وموافق على تدمير خاولة بلانكا، في اسرار كتير استخبت لازم يعرفوها. كل حاجة بدأت وقت ولادتهم، لما عرفوا انه خلايا جسمهم ينفع تبقى علاج لكل الامراض، لكن اكتشفوا ان الخلايا دي مش هينفع يستخدموها غير على بعض، لو اتزرعت في انسان عادي هتتحول لخلايا سرطانية مدمرة. اجسامهم كانت محورة من معايير معينة، وبحث الجيل التاني كان هيدور على زرع خلايا هجينة ينفع تتركب على البشر، خلايا هتساعد الدم يتدفق جوه الأوعية للأبد، بحث هيخلي العالم يتغير كأنه حلم. كل الأمراض كانت هتتعالج في ثانية، لكن ده كان هيبقى تجارة لأصحاب السلطة، والأغنياء بس هم اللي هيشتروا الحياة بفلوس. العالم هيخلو من الفقراء لأنهم ببساطة هيموتوا في عمرهم الطبيعي. إيزانامي قالت له يعني احنا مخلوقات مبالغ فيها، والرجي الشر لابد منه، مقبول ومرغوب علشان يساعدكم في تأمين السلطة، وعلشان يحمي الأمة من الانهيار كان لازم يخلص منهم، فأمر بموتهم وهم أطفال. كوكو كان شايف إنه هو عنده حق، لكنهم برضو أرواح تستحق الحياة زيهم، ليه الحل يكون موتهم؟ الملك بيفهمهم إن الرجي أدوات، ضحايا تربوا على إنهم يكونوا سلاح، اتخلقوا علشان ينفذوا حلم مش بتاعهم،
فات الأوان على إنه يصلح غلط زمان، لكن اللي يقدر يعمله دلوقتي إنه يساعدهم. بيحطوا خريطة قدامهم علشان يتوقعوا مكان كيث. توقعوا إنه هيخبيه في مكان مرتبط بأسطورة الملك ذو الأجنحة السوداء. كوكو افتكر إن كازان قال إنه هيرتاح وسط المحيط. الملك توقع بسرعة إنه في برج من أبراج حماية حدود جيت بلاك. كيث وصل لمرحلة صعبة، جسمه وعقله استسلموا، ابتدت الهلاوس تشتغل. شاف جيلبرت قدامه وكمان تخيل انه قابل إريكا. وصل للمرحلة اللي جيلبرت وصل ليها لما كان بيتوهم ان إريكا عايشة وبيكلمها، لكن ده كله تفكير متأجل. عقله الباطن احتفظ بيه سنين ودلوقتي عمل عملية إسقاط، ولأن دماغه أفرزت مواد كيميائية استعدادا لموته، لأن ده ربع يوم من غير أكل ولا مية. جيلبرت بيزاوله في كل حتة كأنه الشبح بيطارده. معركته معاه خلصت بس الصراع لسه معاه. كيث مش مضايقه غير ان هلوسته الوحيده تبقى مع الشخص ده، انه يوصله لمرحله يكلم فيها نفسه. في اللحظه دي البطل بتاعنا ما عندوش غير حلين، يا اما ينقذ نفسه يا اما يضيع اللي فاضل منه. بيرجع لإريكا، سالته هو انت فعلا سبت منشأة الابحاث وانضميت للشرطه علشان تبعد عني؟ الاجابه اللي طول عمره بيتهرب منها، والمواجهه اللي ما كانش قادر يكملها دماغه اجبرته يرد عليها. وده كان حقيقه فعلا بعد ما أدرك إنه معجب بيها. كان مفكر إنها بتحب جيلبرت، فقرر ينسحب لأن محدش عاقل يحب أخته اللي اتربت معاه حتى لو كانت متبناه مش أكتر. جيلبرت بياخده عند قبرها، بيحسسه بذنب إنه لو ما هربش ما كانتش هتموت. بيقول له إنه مش هيختفي دلوقتي لأن قلبه عايزه يتجلد، يتعاقب على جريمة محدش يعرفها. إحساسه بالذنب هو اللي خلق الهلاوس دي، والوضع الحالي عقاب مناسب جدا ليه. بيرجع لإريكا، حكيت له إنها عرفت جيلبرت انها مش معجبه بيه وبتحب كيث، وكانت ناويه تعترف له قريب. دلوقتي بس فهم هو قتلها ليه. تخيلها وهي متشرحه، افتكر المنظر اللي شافه بعد موتها. قلبه ما قدرش يستحمل العتاب، حضنها واعتذر انه السبب في الطريقه البشعه اللي ماتت بيها. والاول مره بيبكي بحرقه لانه مش قادر يستحمل الذنب ده كله لوحده. يتمنى انها تختفي علشان كل ده ينتهي، لكن جيلبرت مش ناوي يسيبه في حاله. نقش في دماغه ذكريات مستحيل تتمحي ابدا. كيث انفجر، اعترف بصوت عالي لإريكا انه هرب علشان ما يبقاش فاشل في نظرها. هو كان بيحبها جدا وكان يتمنى انها تفضل مبسوطه جنبه، كان خايف يعترف لها بمشاعره فيخسرها. كان متخيلها هتفضل اخته الصغيره اللي لازم يحميها حتى بعد ما كبروا. طلع من المعركه بعد ما واجه نفسه اخيرا، بعد ما اعترف انه سبب كبير في موتها. بنرجع لليلي، اخذت قرار انهم يفتشوا الاربع ابراج. الملك كان عايز يشهد على النهايه بنفسه فقرر يروح معاها، في حين ان كيرياسامي عرف ان اساجيري نسخت كل قوة كوكو، يعني المفروض دلوقتي تبقى اقوى منه بمراحل. فاضل بس تدخل في معركة معاه علشان يختبروها، لو نجحت هتاخد مكانه وكوكو مش هيبقى ليه اي لازمة بالنسبة لهم. ليلي اتحركت مع الملك، مشيت على الحيطان بمعنى الكلمة علشان تقدر تلحق كيث قبل ما يموت. يونا وايزانامي لقيوا قارب صغير هيفي بالغرض، وكوكو لانه عليه مهمة برجين طار بقى على سرعة، في حين ان كيث اصلا كان بيجهز قارب خشب يهرب بيه قبل ما البرج يشهد على نهايته. بنروح لكازان، لقى ليلي وايزانامي، راح لهم علشان يعطلهم وينتقم من كوكو بموت يونا. كيف جهز كل الادوات المتاحه عنده علشان ينزل القارب في الميه. كوكو وصل لاول برج، دور في كل مكان ما لقاش كيث، وقبل ما يروح البرج التاني لقى اساجيري في وشه. بتشمت فيه لان ده المكان الغلط، وتقريبا كده محدش هيلحقه لانه اكيد مات. هو اصلا ما كانش فاضلها، عنده كانوبوس لازم يلحقه، لكن ازاي؟ هم خصصوا الوقت ده علشان يختبروا القوه اللي هي نسختها. بتجري بسرعه غير العاده وهو تحول في ثانيه وصدها. بيتعرفوا انها متضايقه لانه انسان صالح وطيب. لما بيتجاب سيرته في اي مكان الابتسامه بتترسم على وش كيرياسامي، دي حاجه هي ما بقتش طايقاها لانها شايفه انه ما يستحقش محبتهم بعد ما تخلى عنهم. قرار تفرقتهم اتاخد من زمان، دلوقتي بس بيدفعوا ثمنه. بتدور بينهم معركه كانها حساب قديم بيدفع. كوكو بعد كل دفاع بيحاول يهرب، بس هي ما ينفعش تسيبه، بتنزل عليه بسيفها، بيصدها ويشوف منها غضب غريب في كل هجمه. بيكسر سيفها لكنها بتصدمه لما ايدها بتتحول زيه. بتعوره جامد، هو واقف مش مستوعب، دي كمان عينيها كل ذره قوه فيه نسختها لنفسها. بنروح لكازان اللي ناوي على موت يونا. ايزانامي تجري عليه تبعده من غير مقدمات ولا تحيه.
قاسية كالعادة. أساجيري حكت له إنها نسخت قدراته لما واجهته مرتين، ده بالنسبة لهم يعني بعد موته مفيش ملك عليهم، محدش هيحتاج له. بتجري عليه وقبل ما تهجم بتختفي وتظهر وراه تضربه في وشه. بتستخدم القدرة دي كتير لغاية ما شرحت جسمه. معركتها كانت نابعة من حقد وقسوة، بتتحرك كأنها برق بيبرق غضب. هدوء كوكو اللي سبق العاصفة كان خدعة هي مش فاهماها. هو ما أظهرش كل قوته معاها، في حاجة مستخبية. حس إن الرجوع هنا خسارة من كل جانب. الحال اتبدل، بقى هو يهجم هي تدافع. بيظهر في كامل قوته. الملك ذو الأجنحة السوداء لا يمكن هزيمته. ضربها برجله لزقها في الحيط. القوة لما بتظهر مش بتسأل صاحبها مستعد للنتيجة ولا لأ. قامت حاولت تاني، مش مصدقة إن مجهودها ضاع على الفاضي. بتقع في الآخر مهزومة. كان عنده استعداد يقتلها، لكن مش هو اللي يقتل زمايله. في حين إن البنتين كانوا بيلعبوا مع كازان. دي ما كانتش معركة، عارفين إنه جبان ضعيف من صغره مش هيقدر عليهم، فقرر يهرب بكرامته أحسن. بنروح لليلي، لقيت إن في عربية بتطاردها، حاولت تزوغ منها على قد ما قدرت، لكن الطريق بيتقفل في وشها. ولما بتقف بتكون عربية أمن كبيرة، نزلوها يقبضوا عليها لأنها بالنسبة لهم كده خاطفة للملك. بوريس عرفهم إنها محققة في مركز الشرطة، وبعد ما سابوها جيو كيازي علشان ياخد الملك. كيرياسامي كان مع إيريك مدعي إنه من القصر الملكي، عايز يرجع الملك للقصر. بينزل إيريك يعرف من ليلي اللي حصل مع كيث. بعدها شافت كيرياسامي بياخد الملك في العربية. فين وفين لما افتكرت إن ده هو كيرياسامي، بتركب عربيتها بسرعة تروح وراهم. على جانب آخر كوكو أخيرا وصل للبرج الصح، لكن الوقت اتأخر جدا. كيث اتصرف وهرب من هناك، فبيطير بسرعة يدور عليه وسط المحيط. وبعد دقايق بيلاقيه فاقد الوعي ومرمي على خشب متكسر. ليلي وصلت لطريق مسدود. كوكو رن عليها عرفها إنه أنقذ كيث. حالته صعبة جدا، اتخلت عن مطاردة كيرياسامي علشان تلحقه. في حين ان الملك رجع للقصر لقيوا ريجوليس قاعد على العرش، مثل دور السكرتير كتير جدا علشان يوصل للي هو عايزه، لكن مش شرط ان الخطة اللي رسمتها تنجح. كيرياسامي اتقلب عليه ووقف في صف الملك. بعد كام يوم كيث بيفوق، ما كانش متفاجئ، لا انا فين ولا ايه اللي حصل، الدنيا فل طالما انا عايش. بيسمعوا في الاخبار ان الملك ظهر اخيرا بصحة كويسة ونزل يطمن الناس بنفسه. ليلي اطمنت ان الدنيا رجعت لطبيعتها، لكن كيث كان شايف حاجة تاني، لسه في كوارث هتبدأ. بنروح لكيرياسامي، بياخد الملك لمكان تحت الارض حابس فيه ريجوليس. اول ما شافهم اترجاهم يطلعوه، ووعدوا انه يقضي على الريجي معاه، وبعدها يدعمه لغاية ما يوصل للملك. قال له دي كدبة، مفيش أسهل من الكلام يا صاحبي. الملك كان عنده رأي تاني، هيفضلوا يستخدموا الريجي زي ما عملوا دايما، التجارب مش هتقف. الاتنين ضروري يكونوا موجودين، الكانون جنس كوكو والريجي اللي اتخلقوا علشان يبقوا أدوات في إيدين أصحاب السلطة. حتى لو الاتنين كيانين مختلفين لكنهم بيكملوا وبيدعموا بعض. الماركت ميكر مشوا، بس سابوا وراهم عقول بتكمل المسيرة، أفكارهم لسه بتتنفس في أتباعهم. العالم هيفضل ماشي حتى لو البشر اتداسوا تحته. لما الهدف يبقى الكمال، الطريق دايما بيبقى مليان جثث. الملك الحقيقي لازم يسيب عناصر الخير والشر زي ما هي، وعلشان كده هيسامحه مش هيقتله، لكنه هيكفر عن خطيئته بحبسه بتهمة محاولة اغتيال الملك. بنروح لكيث اللي فهم اللعبة. كيرياسامي والملك اشتغلوا مع بعض من البداية ولعبوا على الكل. خطتهم اللي رسموها مشيت بالحرف، دلوقتي مفيش في ايديهم حاجة يعملوها، مع انهم عارفين ان لسه الخطر مستمر، خصوصا على حياة كوكو. بنروح لمجموعة المحققين، كانوا بيدوروا على اي اثر ياخدهم لكيلر بي. ما ينفعش يسيبوه حر حتى لو كان بيحقق العدالة، كده وجودهم ملوش لازمة. كانوا بيراقبوا مجرم متوقعين ان كيلر بي هيستهدفه، فضلوا ماشيين وراه لغاية ما ادركوا وجودهم وهرب. وبعد ما حصروه في حارة مقفولة طلع جرعة دهب شربها، اتاري صاحبنا من الريجي ومحدش عارف. بعدها هجم على براندون، كان قوي وسريع عكس اي انسان طبيعي، مسكوا رماه على الحيط، فطلع سكينتين هجموا بيهم، لكن من حسن الحظ الضربتين جم في الارض. ماريو ضرب عليه نار، للاسف ما لحقوش لانه هرب منهم، لكن الحزين طلع على عمره،
شاف ملك العدالة وأنهى حياته البائسة. ساب رمز البي دليل على إنه لسه موجود وهيفضل يحارب الظلم. بنشوف هنا كل الكانون متجمعين حوالين كيرياسامي بيسمعوا أخبار عن جرايم كيلر بي اللي بينفذها على الريجي. كانوا غضبانين منه لأنه بيرد لهم الضربة في مقتل. الريجي دول أسلحتهم الوحيدة، محدش كان عاجبه الوضع، لكن كيرياسامي الوحيد اللي كان فاهم إن كوكو بيعمل كده علشان يبعت له رسالة. بيروح يقابله، قال له إنه أخيرا فهم حجم قوته، فهم إنه الملك الحقيقي الوحيد اللي ينفع يملك عليهم. مهما عدى في مواقف صعبة بيقدر يطلع منها. قدر يهزم أساجيري، القوة التجريبية لبحث الجيل التاني. بتعم أجواء مليانة ضغط نفسي، نظرات طويلة وسكوت تقيل، موسيقى بتقول إن الصراع هيعيش للأبد. بيعترف له إنهم محتاجين له، لازم يجي معاه علشان يكملوا اللي بدأوه. كوكو حتى لو ما كانش فاهم نفسه حجم قوته، لكنه كان عارف حاجة واحدة بس، وهي إن يونا والبشر هنا محتاجين له. قال له خلينا نفترق، خلينا ننهي كل حاجة هنا. كان عارف إجابته قبل ما يقولها، وبالرغم إنه عارف ما عندوش فرصة قدامه، لكن يكفي إنه هينول شرف آخر معركة معاه. كوكو تحول، كيرياسامي مسك سيفه، كوكو وقع منه فإيده اتحولت، قدر يخلق لنفسه إيد جديدة غير اللي كوكو أخدها. كانت آخر مواجهة بآخر مقابلة، نظرتهم لبعض مليانة حب متناقض ما بين اختيار مستقبلهم وبين صداقتهم. أجسادهم اتصلحت لكن أرواحهم لسه بتنزف. التجارب سابتهم أحياء بعد ما شوهتهم. كل جيل جديد هيتخلق هيشيل خطايا اللي قبله، بس بطريقة توجع أكتر. حياتهم هتفضل حساب مفتوح، والنهاية مش هتجاوبك، هتسيبك واقف قدام سؤال تقيل ملوش إجابة. وإلى هنا يا صديقي تنتهي قصة الملك ذي الأجنحة السوداء. تذكر دوما أنه إن كان لنا بقاء فإلى اللقاء.